لما تبقى نظام حكم بقالك 30 سنة مش بس عمال توعد في الناس ان الخير جاي، ده انت بتقنعهم ليل ونهار ان هم عايشين في ظل امن وامان ورخاء واستقرار، لكنهم مش شايفين ده. هم شايفين عبارات بتغرق، قطارات بتتفحم، عايشين على اغذية فاسدة، ولما يروحوا يتعالجوا يلاقوا اكياس دم ملوثة. اللي يقرب من الجامع يبقى ارهابي ملوش تمن ولا دية، واللي يروح يحتفل بعيده في الكنيسة مش مآمن على نفسه ولا حياته. لما العيشة ضاقت وكل الناس حست إنها في عين النظام، يا خالد سعيد أو سيد بلال، فكان يا مكان. أنا أقدم واحد في العمارة، ده أنا تاريخ يا أخي. في ظهر يوم الثلاث 25 يناير 2011 تبدأ أخبار قليلة تظهر عن الوقفات الاحتجاجية والمسيرات اللي خرجت استجابة لدعوات التظاهر. طبعا التلفزيون المصري بقنواته الرئيسية اللي بتوصل كل بيت في مصر في الوقت ده، القناة الأولى والثانية، ما جابتش أي سيرة عن المظاهرات. فخلونا نحاول نحكي عن اللي حصل يومها، يوم 25 يناير 2011. من بعد الساعة 10 صباحا كان في أكتر من مسيرة في القاهرة، انطلقت من المناطق اللي تم الإعلان عنها، مسيرة من المنيرة وواحدة من مجرى العيون، وكان في مسيرة من عند كوبري الجامعة، والثلاثة متجهين لشارع القصر العيني، وخرجت برضو مسيرة في شارع شبرا. وحوالي الساعة 10:30 كان في مسيرة بباب الشعرية. وفي محافظة الجيزة حصرت قوات الأمن مئات المتظاهرين في شارع جامعة الدول العربية. لكن في نفس الوقت تقريبا كان في آلاف المواطنين المتجمعين في منطقة ناهية ومنطقة إمبابة رافعين أعلام مصر ولافتات بتطالب بالعدالة والحرية. وبالعودة للقاهرة حوالي الساعة 11:30 كانت بدأت وقفة قصاد نقابة المحامين شارك فيها عدد من المحامين والرموز السياسية المصرية. ومع دخول الساعة 12 الظهر في محافظة الإسكندرية وعند ميدان مسجد القائد إبراهيم اتجمع آلاف المواطنين للتظاهر. وفي حوالي 12:30 بدأت وقفة نظمتها القوى السياسية شارك فيها العشرات في ميدان الأربعين في السويس، شايلين لافتات تطالب بالإصلاح الدستوري والسياسي. في نفس الوقت تقريبا في محافظة الغربية شهدت مدينة المحلة الكبرى مسيرات في عدة أماكن رئيسية زي ميدان الشون، وخرج آلاف المواطنين للتظاهر، وعلى رأسهم العمال اللي ادوهم أجازة بمناسبة عيد الشرطة علشان يقعدوا في بيتهم. فالناس استثمرت الأجازة ونزلت تشارك في المظاهرات، ودي كانت أول مرة تقريبا يحصل فيها مظاهرات في مصر بالشكل ده، في الوقت اللي اتواجدت قوات الأمن بكثافة في الميادين والشوارع الرئيسية. كانت المظاهرات موجودة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والمحلة الكبرى، وكان أكثرهم مفاجأة مظاهرات القاهرة اللي تجاهلت الشوارع الرئيسية تماما وخرجت من مناطق شعبية ولفت شوارع ضيقة وحواري، وخلت ناس يمكن لأول مرة تشوف مظاهرات، وبدأت الأعداد تزيد. ويمكن كانت السمة الواضحة في كل الوقفات أو المسيرات دي هي دعوة المشاركين فيها لغيرهم بالنزول والمشاركة، ودي كانت حاجة غريبة شوية في الوقت ده. يعني في الغالب أي وقفات أو مظاهرات كانت بتحصل بتنظمها قوى سياسية خلال السنين الأخيرة كانت بتقتصر على مشاركة أعضاء الحركات والجماعات والنشطاء وغيره، ولكن المرة دي ظهر لأول مرة وشوش جديدة، وبدأ السياسيين والمنظمين للوقفات والمسيرات يدعو الشعب للمشاركة معاهم، سواء بهتاف انزل انزل، أو يا أهالينا انضموا لينا، أو انزل يا مصري شارك يا مصري. وبرضه في نفس الوقت كان في مظاهرات قدام مناطق حيوية أو رمزية بالنسبة للنظام، زي مظاهرة شارع جامعة الدول العربية، وقفة نقابة المحامين. ويمكن أبرز المسيرات وقتها اللي وصلت قصاد مبنى الحزب الوطني الديمقراطي وسط هتافات المتظاهرين بحلف بسماها وترابها الحزب الوطني اللي خربها. ومن الحزب الوطني كملت المسيرة طريقها لحد ما وصلت مبنى مسبيرو وسط هتافات مضادة لنظام مبارك، مسيرة تحت مسبيرو نفسه. والتلفزيون الرسمي ما كلفش نفسه يكتب حتى في شريط الأخبار إن التجمعات تحته كانوا بيتعاملوا إن الشعب ده صفر على الشمال، مش موجود، ومفيش اسهل من اننا نكذب على الناس ونخبي الحقيقه. وفي حوالي الساعه 1 ظهرا كان في مئات المواطنين بيقودهم رموز سياسيه ونواب برلمان سابقين وكتاب ونشطاء واقفين قصاد دار القضاء العالي بيطالبوا بالتغيير والاصلاح، عايزين حكومه جديده، بقينا على الحديده. وفي حوالي الساعه 1:30 كان مئات المواطنين في وقفه قصاد دار الحكمه بشارع القصر العيني بيقودهم اطباء ورموز سياسيه ونشطاء، وانطلق شعار عيش حريه كرامه انسانيه. بعدها تم الإعلان عن التوجه لميدان التحرير، وبدأت مختلف الوقفات والمظاهرات
تتحرك من أماكنها للتحرير، وبدأ الناس تتجاوب أكتر مع المظاهرات وأعداد المشاركين تزيد والهتافات بتعلى: كفاية، ارحل ارحل. وتبدأ قوات الأمن برضه بالتحرك وتحاول تقفل بعض الشوارع في وش المتظاهرين اللي بدأوا يعدلوا طريق مظاهراتهم في شوارع تانية وشوارع جانبية ويفاجئوا قوات الأمن. وفي بعض المسيرات اللي اعتدى عليها الأمن بالضرب في محاولة لتفريقها، لكنه يفشل في ده وتستمر حركة الناس ويزداد عدد المتظاهرين. وفي وقفة دار القضاء ودار الحكمة، بعد ما كان الأمن عامل كردون حواليهم وزنقهم على الرصيف والسلالم، انطلق المتظاهرين في الشوارع وكل واحد فيهم عنده هدف واضح: الوصول لميدان التحرير. ومن كل شارع بدأت توصل الناس لمداخل ميدان التحرير آلاف المواطنين المتحمسين والغاضبين بسبب سنوات من القهر والظلم والقمع والفساد. طلعوا لأول مرة في الشوارع يهتفوا: يسقط يسقط حسني مبارك. ويقابل المتظاهرين أعداد كبيرة من قوات الأمن قافلين كل مداخل الميدان علشان يمنعوا أي تجمع في التحرير. وبرضه زاد الضغط على قوات الأمن من كل اتجاه. وفي الإسكندرية كان الأمر بشكل كبير خارج السيطرة، آلاف المواطنين ماشيين في الشوارع في مسيرة كبيرة كل شوية عددها يزيد، وفي أكتر من مكان، منها مسيرة كبيرة جدا عدت قصاد مكتبة الإسكندرية. ومع الوقت وزيادة الأعداد قرر المتظاهرين إن هم يتجهوا لديوان عام محافظة الإسكندرية. وفي السويس في حوالي الساعة 2:30 ظهرا كان عشرات المواطنين المتظاهرين بقوا مئات، وحاولت القيادات الأمنية وقتها التدخل وإنهاء الوقفة. وفعلا كان في بعض القيادات السياسية هتستجيب لده وقالوا: إحنا نجحنا في توصيل الرسالة والتظاهر، ممكن نمشي دلوقتي ونبقى نعمل مظاهرة بكرة كمان في نفس الوقت. لكن بعض القيادات السياسية التانية والشباب رفضوا إنهاء الوقفة وقالوا ان دي اول مره بينضم لينا ناس بالشكل ده، فما ينفعش اول ما الناس تنضم لينا وتهتف معانا نسيبهم ونمشي. ومع زياده الاعداد وضغط قوات الامن عليهم قرروا ان هم يخلوا الوقفه مظاهره. وفعلا اتحرك الناس من ميدان الأربعين، لكنهم وجهوا بقوات امنيه كبيره فغيروا طريقهم من شارع الجيش الرئيسي للشوارع الجانبيه اللي وصلتهم لسوق الانصاري، سوق خضار وفاكهه وسمك. ويمكن التغيير ده فادهم علشان في ناس كتير اظهرت تفاعلها معاهم وايدتهم، وفي اللي انضم ليهم بالفعل، ومنها قدروا ان هم يحققوا هدفهم برضو بوصولهم لديوان محافظة السويس وبأعداد كبيرة جدا عن اللي كانت موجودة معاهم في وقفة ميدان الأربعين. ومع دخول الساعة 3 كان في 7 أو 8 محافظات فيها وقفات ومظاهرات كبيرة: القاهرة والجيزة، الإسكندرية، السويس، الغربية، الإسماعيلية والمنصورة. وفي القاهرة وتحديدا عند ميدان عبد المنعم رياض حصلت اشتباكات محدودة بين الأمن والمتظاهرين وضغط الأمن بقوة على الناس لتفريقهم، لكن رد فعل الناس كان على عكس اللي الأمن عايزه. اتجمع المتظاهرين أكتر حوالين بعض واندفعوا وجريوا بكل قوة ونجحوا ان هم يخترقوا حواجز قوات الامن ودخلوا ميدان التحرير لاول مرة. وصل المتظاهرين التحرير وبداوا يتجمعوا، ومع صلاة العصر يوم 25 يناير نظمت قوات الامن صفوفها من تاني وزودوا اعدادهم. واثناء صلاة العصر اقتحمت مدرعة امن مركزي الميدان وبدات ترش المتظاهرين بالمية، وبعدها اطلقوا عليهم قنابل الغاز في محاولة لتفريقهم. في نفس التوقيت ده وفي الاسكندرية اتعرضت قوات الامن للمتظاهرين برضه وبداوا في اطلاق قنابل غاز عليهم بكثافة، وتحولت المسيرات لاشتباكات مع الامن. يعني بعد فترة من التعامل الهادي نسبيا من قوات الامن من الصبح لحد العصر، الظاهر ان كان في تعليمات امنية جديدة صدرت للامن بتفريق كل المظاهرات فورا، علشان نفس اللي حصل في القاهرة والاسكندرية بدأ يحصل في السويس. قوات امنية قصاد مبنى المحافظة، مئات المتظاهرين بيصلوا العصر قصادهم. اتحرك الناس بعدها ورجعوا تاني لميدان الأربعين علشان يفاجئوا باعداد امنية اكبر مستنياهم هناك. وحوالي الساعة 4 أو 4:30 تصدر التعليمات لقوات الأمن بتفريق المتظاهرين ويطلقوا أعداد كبيرة جدا من قنابل الغاز المسيل للدموع على الناس. وفي نفس التوقيت برضو تعتدي قوات الأمن على المواطنين في المحلة ويرد عليهم الناس للدفاع عن نفسهم، ويقطع العمال صور رئيس مبارك على واجهة أحد شركات الغزل والنسيج. وبعد ما كانت المظاهرات والوقفات كلها هتافات والناس بترفع علم مصر أو لافتات بتطالب بحقوقهم، أدى التعامل الأمني العنيف والغير مبرر سواء بالمية أو الغاز أو الضرب بالشوم وأحيانا بالخرطوش، ده غير الاعتقال، أدى كل ده إن الناس بدأت ترد على الأمن وغالبا بإلقاء الحجارة أو إعادة قنابل الغاز ليهم مرة تانية. طبعا قصاد الحالة دي ورغبة في زيادة التعتيم قطعت الحكومة الخدمة عن بعض شبكات الاتصال في القاهرة، وتعرض موقع تويتر للحجب. في المقابل خرج بيان موجز على القناة الأولى اعترف لأول مرة بوجود مظاهرات وقال إنها جت في إطار سماح الدولة للمواطنين بالتعبير عن رأيهم، ولكن فورا يتهم نظام مبارك جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف المظاهرات ويتهمها بالاعتداء على قوات الأمن عن طريق عناصر إثارية، ويتهم معاهم كمان حركة شباب 6 إبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير. وفي حوالي الساعة 5 مغرب يوم 25 يناير يزداد توافد المتظاهرين على ميدان التحرير وسط استمرار اعتداء
قوات الأمن على المتظاهرين في كتير من الشوارع والميادين في مختلف المحافظات. وفي الوقت اللي كانت الأمور بتتجه للهدوء في محافظة أو أكتر، كان المشهد بيزداد خطورة في محافظات تانية. ففي حوالي الساعة 6 مساء يوم 25 يناير وصلت قوات الأمن في السويس اعتدائها على المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع، واللي كانت بتطلقه بكثافة. ومع رفض المتظاهرين إن هم يمشوا، بدأت الشرطة في استخدام الخرطوش ورد المتظاهرين بالحجارة. وفي حوالي الساعة 7 مساء تبدأ الشرطة في استخدام الرصاص الحي. ويشهد ميدان الأربعين سقوط أول قطرات دماء لشهيد الشاب مصطفى رجب محمود برصاصة في الصدر، اللي بيها ارتقى ليكون أول شهيد في الثورة المصرية. مع استشهاد مصطفى، رد المتظاهرين بإلقاء الحجارة، وردت قوات الأمن بمطاردة المتظاهرين بالمدرعات وإطلاق المزيد من الرصاص الحي. وتوسعت الاشتباكات في نطاق ميدان الأربعين ووصلت لكتير من الشوارع الجانبية والحواري. فجأة اتحول جزء كبير من حي الأربعين لساحة حرب غير متكافئة بين واحد شايل سلاح ناري وواحد شايل طوبة. وبسبب الاستخدام المفرط للقوة يستشهد مواطن تاني في السويس، سليمان صابر علي، ومن بعده يستشهد مواطن ثالث برصاص، غريب عبد العزيز. وبكده تكون مدينة السويس قدمت أول 3 شهداء في الثورة المصرية مساء يوم 25 يناير 2011. وبالعودة إلى القاهرة في نفس التوقيت تقريبا ما بين الساعة 8 و9 مساء بدأت مسيرات توصل من الجيزة لميدان التحرير، وبدأ الكلام عن فكرة الاعتصام في الميدان، خاصة بعد ما سمعوا عن ارتقاء أول شهيد في السويس واستثمارا للأعداد الكبيرة اللي موجودة لأول مرة. ومع دخول الساعة 10 مساء في الوقت اللي كانت الاشتباكات في السويس مستمرة، كانت الأوضاع أكثر هدوءا في ميدان التحرير، خاصة بعد انسحاب قوات الأمن من الميدان وعودتها لتأمين مقر وزارة الداخلية والشوارع المحيطة بيها. وفعليا سيطر الناس على الميدان وبدأوا يجهزوا نفسهم للبيات والاعتصام، اللي يقدر يجيب خيمة واللي بعت يجيب بطاطين واللي بيلم فلوس ورايح يشتري أكل، ده غير اللي بيلفوا يغنوا في الميدان ويحفزوا الناس على البقاء والاعتصام. في الوقت ده تقريبا تبدأ البرامج التلفزيونية للنظام في الحديث عن اليوم، مستخدمين نفس النبرة والأسلوب، ويقول المذيعين إن الناس لها مطالب مشروعة وإن دول مواطنين من حقهم يعبروا عن رأيهم، بس دخل وسطهم عناصر إثارية خاصة من الإخوان المسلمين. والكلام لخيري رمضان في برنامج مصر النهاردة لما قال يعني إن الدليل زي ما شفنا الصلوات الجماعية اللي في الشوارع، لكنه قال إحنا فرحانين بالمشهد اللي حصل من تعبير الناس عن رأيها ومطالبها، بس متحفظين على بعض الحاجات اللي حصلت. في المقابل بقى يخرج اللواء فؤاد علام مساعد وزير الداخلية الأسبق ويقول إن المشهد اللي حصل النهاردة مقلق جدا ومخيف جدا، ويبدو إن كلام المذيعين كان مجرد غلوشة وكلام اللواء هو اللي مشي. في حوالي الساعة 12 تتجمع أعداد كبيرة جدا من قوات الأمن المركزي وتبدأ في اقتحام الميدان، وتطلق عشرات قنابل الغاز المسيل للدموع اللي ما يقدرش المتظاهرين يواجهوها، فيتفرقوا ويبعدوا عن ميدان التحرير. وتبدأ حملات اعتقال للمتظاهرين. وفي السويس استمرت الاشتباكات في ميدان الأربعين وعدد من الشوارع المؤدية ليه لحد الساعة 3 أو 4 فجر يوم 26 يناير. وفي نهاية يوم 25 يناير كانت بعض التقديرات بتقول إن إجمالي عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء الجمهورية وصل ل 20,000 مواطن، وفي تقديرات تانية بتقول إن العدد كان أضعاف الرقم ده، خاصة مع مشاركات العمال والطلاب في المظاهرات. لكن بعيدا عن العدد، خرج المصريين للتعبير عن غضبهم وشكواهم من الفساد والفقر في يوم تمت الدعوة ليه تحت عنوان يوم الغضب، ودي تسمية مش مشهورة قوي ليوم 25 يناير، اليوم اللي بيوافق عيد الشرطة. وكانت شعارات اليوم الرئيسية تغيير، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، ارحل، يسقط حسني مبارك. اليوم اللي في نهايته بعد ارتقاء 3 شهداء وإصابة المئات بإصابات مختلفة اتبدلت الهتافات والشعارات، وكمان يبدو الأهداف، وبقى الشعار والهتاف الأساسي الشعب يريد إسقاط النظام. وفي صباح يوم 26 يناير رغم فض قوات الأمن الاعتصام ميدان التحرير، إلا أن العدد الكبير اللي كان موجود في الميدان اتفرق في شكل تجمعات صغيرة، واستمرت المناوشات بينهم وبين الأمن طول الليل في مناطق وشوارع مختلفة بالقاهرة. وقبل ظهر يوم 26 يناير 2011 يتجمع العشرات في السويس قصاد مبنى المشرحة في انتظار خروج شهداء يوم 25 لدفنهم، ولكن قوات الأمن ترفض خروج الجثامين خوفا من تحول الجنازة لمسيرات غاضبة. ومع صلاة العصر تزداد أعداد الناس قصاد المشرحة، وعلى مدار ساعات يخرجوا أحد الجثامين ويفضل 2 جوه. وقبل الساعة 5 تقريبا يوصل الشيخ حافظ سلامة للمشرحة ومعاه الداعية الدكتور صفوت حجازي، ويحاولوا يوصلوا لاتفاق مع الأمن إن هم يخرجوا الشهداء للصلاة والدفن، ولكن يبقى الوضع على ما هو عليه. ومع أذان المغرب ينفجر الوضع فجأة قصاد المشرحة، وتطلق قوات الأمن قنابل غاز على المتواجدين، وتبدأ
وتبدأ اشتباكات لليوم التالي على التوالي بين أهالي السويس وقوات الأمن المركزي، وتمتد المواجهات لحد ما توصل تاني لميدان الأربعين وللشوارع والحواري المحيطة به لساعات. وفي يوم 27 يناير 2011 كان المتداول في وسائل الإعلام الحكومي وقتها إن الأوضاع هادئة تماما في مختلف المحافظات وأن الحياة تسير بشكل طبيعي. في المقابل كانت وكالات أنباء عالمية بتتكلم عن اعتقال أكثر من 1000 مواطن خلال يومي 25 و 26 يناير في عدد من المحافظات بينهم نساء وأطفال. ووصفت بعض المؤسسات الحقوقية ممارسات قوات الأمن ضد المواطنين بالمجزرة. ويواصل نظام مبارك محاولاته لتزوير الواقع، مرة بالإعلام عن طريق المذيعين والجرايد، ومرة بالقمع عن طريق الشرطة، لكن ده ما يجيبش نتيجة المرة دي علشان تتواصل الوقفات والمظاهرات في بعض المحافظات. في القاهرة تواصل قوات الأمن محاصرة نقابة المحامين للتضييق على مئات المحامين المعتصمين جواها اليوم الثالث على التوالي. وفي ظل كردون أمني على المحامين يزداد عدد المتظاهرين خارج النقابة، ويبدأ الناس تتجمع ويرددوا الهتافات مع المعتصمين جوه علشان يبقى الكردون الأمني اللي معمول هو اللي متحاصر ما بين الناس مش العكس. وهنا يقرر المحامين ان هم يخرجوا من النقابة ويتحول اعتصامهم لمسيرة تتجه الى ميدان التحرير، وفعلا ينجحوا بعد ضغط وشد وجذب ان هم يطلعوا في مظاهرة من النقابة. في الاسكندرية كانت قوات الامن منتشرة في الشوارع وافراد المباحث في كل مكان، زيها زي المحلة الكبرى اللي انتشر فيها افراد الامن المركزي باعداد كبيرة، وكانت دوريات الشرطة بتلف في الشوارع في كل مكان. ولكن كانت المظاهرات اتنقلت فعلا لمحافظات تانية زي بني سويف واسيوط والمنيا، وبرضه في الشرقية وفي شمال سيناء اللي شهدت احتجاجات ما قدرش يستوعبها المحافظ، ويعلن المواطنين استمرارهم في التظاهر علشان يتم التعامل معاهم من قبل قوات الامن وبقوة. ويرتقي الشاب محمد عاطف شهيدا بعد اصابته برصاص خرطوش في الوجه، اضافة لاصابة عدد تانيين من المواطنين بالخرطوش بينهم اطفال. ويقطع المتظاهرين طريق العريش الدولي. وبعدها يعلن التلفزيون المصري عن وفاة شاب في الشرقية، ويقول انه اتقتل برصاص مجهول المصدر، وينفي تماما ان تكون الشرطة هي اللي قتلته. وفي السويس بعد ظهر يوم 27 يناير كانت الاشتباكات مستمرة في ميدان الأربعين بين قوات الأمن والمتظاهرين، وتوصل الاشتباكات لحد اسم شرطة الأربعين، المركز اللي كان بينطلق منه كل الاعتداءات على المتظاهرين. ويتحرق جزء صغير من المبنى الخلفي لاسم شرطة الأربعين بعد ما اترمى عليه بعض أزايز المولوتوف. ومع تواصل إلقاء قنابل الغاز وطلقات الخرطوش يهاجم بعض المتظاهرين نقطة مطاف الأربعين، واللي كان بيتم استخدامها لإلقاء الغاز وضرب الخرطوش والمطاطي ويحرقها للمتظاهرين، ويستولوا على طفايات الحريق اللي جواها ويستخدموها في تخفيف اثر قنابل الغاز اللي بتتحدف عليهم. ومع الوقت بدأت قوات الامن في استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، وفي محاولة تفريقهم باستخدام المدرعات، وتحول ميدان الأربعين والشوارع المؤدية ليه لساحة حرب، خاصة بعد ظهور بعض الناس ومعاهم قطع سلاح خرطوش تصنيع يدوي او بداية الصنع يعني للرد على الرصاص الحي اللي بيتضرب عليهم. ده غير التوسع في استخدام المولوتوف. ساحة حرب في الأربعين بيتابع اخبارها ملايين من مصر والعالم، ومع فشل قوات الامن في تفريقهم ظهرت اخبار عن استعانة قوات الامن بالسويس بقوات امن مركزي من محافظة الاسماعيلية. وهنا ظهرت دعوات على فيسبوك وتويتر تطالب اهالي الاسماعيلية للنزول والتظاهر بكثافة لمنع قوات الامن المركزي من ترك المحافظة ودعم قوات الامن في السويس ضد المتظاهرين. وان كان وصلت بالفعل بعض قوات الامن من الاسماعيلية، لكن تجاوب اهالي الاسماعيلية ونزولهم في مظاهرات ساهمت بشكل او باخر في انشغال قوات الامن عن دعم الشرطة في السويس. وبكده كان شعار يوم 27 يناير هو سعي وزارة الداخلية انها تفرض سيطرتها تماما على كل الشوارع والميادين الرئيسية، وما تسمحش انه يحصل تاني اللي حصل يوم 25 يناير. وبالفعل يخرج وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي ويقول في تصريحات صحفية ان المظاهرات ما كانتش مفاجأة ليه، وان كل المظاهرات تمت تحت سمع وبصر الداخلية، وان الشعب لم يتجاوب مع المظاهرات والدعوة ليها. وقال العدلي ان مصر دولة كبيرة، وان نظام الحكم فيها يحظى بتهيئ شعبي، وان جهاز الشرطة جهاز كفء وعلى اعلى مستوى مدرب ومؤهل للتعامل مع المظاهرات دي. اما رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحي سرور فطلع وقال انه يجب الاستماع الى مطالب واصوات الشباب المصري طالما يتحدثوا بطريقة سلمية. وعلى المستوى العربي فدعا ملك البحرين حمد بن عيسى دعا الرئيس مبارك لاجتماع قمة عربي لبحث مواجهة الاحتجاجات في المنطقة العربية، واتصل القذافي بمبارك وقال انه واثق في قدرته على حفظ استقرار مصر. اما الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى فاقر ان
المواطن العربي غاضب ويشعر بالإحباط، وأن هناك ضرورة ملحة الآن لإجراء إصلاحات حقيقية وعودة للشارع، وتحديدا في محافظة الجيزة يتجمع آلاف المواطنين في مناطق فيصل والهرم ويلفوا الأحياء الشعبية ويسعوا للوصول لميدان التحرير، الميدان اللي فعلا ينجح في دخوله مئات المتظاهرين وسط أخبار عن مسيرات فيها آلاف متوجهة برضه للميدان، وفعلا يوصل الناس للميدان ويلاقوا كردونات أمنية في انتظارهم لكن تفشل في منعهم، وتبدأ قوات الأمن في الاعتداء على المتظاهرين من تاني، ويتصاب عدد كبير من المواطنين بإصابات مختلفة. وزي ما كان في قوات أمن بتحاصر نقابة المحامين، كانت الأوضاع برضه متوترة جدا قصاد نقابة الصحفيين، ويعتدي عساكر الأمن المركزي على الصحفيين الموجودين قصاد النقابة ويعتقل عدد منهم، ونفس المشهد قصاد النقابة نفذته قوات الأمن في الشوارع المحيطة بها، واعتقلت بشكل عشوائي عدد من المرة سواء اللي مشارك في المظاهرات أو لا، وكان بيتم جرهم لعربيات الأمن المركزي والاعتداء عليهم بالضرب جواها. ومع موجة شديدة من الاعتداءات على أي وكل مظاهرة أو وقفة، اتفرقت الناس في شوارع القاهرة، إلا أنهم رجعوا جمعوا بعض تاني، وردا على الاعتقالات والاعتداء المتكرر عليهم قرروا المرة دي ان هم يتظاهروا عند مسبير ويقتحموه لوقف البث، ولكن ظلت محاولات المتظاهرين لمدة ساعتين تقريبا وسط اشتباكات مع الامن، وفشلوا في الوصول لمبنى مسبيرو. في نفس اليوم 27 يناير يعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الافراج عن عشرات المتظاهرين، وقال انهم تم القبض عليهم بشكل عشوائي، واكدت مصلحة الطب الشرعي ان مجند الشرطة اللي توفى واشيع ان المتظاهرين قتلوه ان وفاته ملهاش اي علاقة بالاحداث. وخوفا من انتشار رقعة المظاهرات تجبر وزارة الداخلية اتحاد الكرة المصري على تأجيل مباريات الدوري، خوفا يعني من أي تجمعات. لكن في المقابل طلع فاروق حسني وزير الثقافة يقول إن الرئيس مبارك سيفتتح بنفسه معرض القاهرة للكتاب، وإن المتظاهرين رائعين وظهور الرئيس هيخليهم يهدوا، وتصريحات كلها قلوب ودباديب. وأعلن في نفس اليوم عن اجتماع لقيادات الحزب الوطني الديمقراطي لبحث مطالب المتظاهرين. اجتماع حضروا جمال مبارك وزكريا عزمي وصفوت الشريف، وبعد الاجتماع وفي مؤتمر صحفي يقول أمين عام الحزب إن مصر بتواجه شائعات، وإن البلد مستقرة، وإن قيادة الحزب والدولة موجودين ومفيش حد هرب ولا هيهرب، وإنهم مع الشعب وفاهمين مطالبه، وإن الناس ومطالبهم فوق الراس. لكن وبعيدا عن التصريحات الصحفية كانت حقيقة الأمر على الأرض غير. كانت قوات الأمن لا تزال تطارد وتضرب وتعتقل، وكانت السويس لا تزال في اشتباكات، وزادت الإصابات بين صفوف المتظاهرين، وكمان قوات الأمن المركزي في كل المحافظات، وتنوعت الإصابات من بين اختناق أو كدمات وجروح. وأعلن مدير أمن السويس عن إصابة مجند بجروح خطيرة وتم نقله للعلاج في القاهرة. وفي نفس اليوم الخميس 27 يناير 2011 تزداد الدعوات للتظاهر يوم الجمعة، وتتداول مواقع التواصل منشورات وتغريدات عن الإعداد لما عرف بجمعة الغضب، والهدف الخروج بأعداد كبيرة للتظاهر من كل جوامع مصر، وتلاقي الدعوات استجابة كبيرة جدا من المواطنين. وفي نفس الليلة يوصل للقاهرة المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، اللي يعلن انضمامه للمظاهرات اللي هتخرج يوم جمعة الغضب 28 يناير. واكد البرادعي ان القمع مفيش منه نتيجة، وان على النظام الاستجابة لمطالب الناس، وان التغيير قادم لا محالة. اما جماعة الاخوان المسلمين فطلبت اعضائها وانصارها بالمشاركة مع جموع الشعب المصري في مظاهرات يوم 28 يناير. طبعا تواصل المظاهرات والاشتباكات لليوم الثالث على التوالي خلى عدد من الاطراف الاقليمية والدولية يقول رأيه في اللي بيحصل. البيت الابيض مثلا طالب مبارك بالسير في طريق اجراء اصلاحات سياسية، اما الاتحاد الاوروبي فطالب السلطات المصرية بالافراج عن المعتقلين، ودعا السلطة والمعارضة لضبط النفس. اما كيان الاحتلال الصهيوني فصرح مسؤولين في حكومته انهم متفائلين ومؤكدين على قوة نظام مبارك، وان الاحداث في مصر مش هتوصل ابدا للي حصل في تونس، يقصد خلع الرئيس من منصبه. وقال المسؤول الإسرائيلي إنه ده بيرجع لثقته في قوة الأجهزة الأمنية المصرية. لكن في المقابل على أرض الواقع كانت الأجهزة الأمنية بتواجه أزمة يمكن لأول مرة بالشكل ده. الناس اللي كانت بس بتخاف تعدي من قدام نقطة شرطة وهي لا عاملة جريمة ولا حاجة، الناس اللي كانت بتعرق وتخاف لو شافت كمين شرطة، نفس الناس دي بقت واقفة بطولها قصاد جحافل من عناصر الأمن والمباحث والأمن المركزي اللي معاهم كل أدوات القوة، مية وغاز وخرطوش ورصاص مطاطي وحي، خوذ وصدادات وملابس واقية وشوم، مدرعات وعربيات امن مركزي مليانه، وبيستخدموا كل ده ضد الناس، والناس برضه واقفه. ومع اقتراب منتصف ليل 27 يناير كانت مصر كلها تقريبا هاديه بتستعد لليوم التالي، بتستعد لجمعه الغضب. ولكن في السويس كانت الاشتباكات بين الشرطه والمتظاهرين لسه مستمره، واستمرت لحد الساعات الاولى من صباح يوم 28 يناير. وقبل طلوع فجر يوم الجمعه 28 يناير 2011 كان الكلام بدا ينتشر عن نيه نظام مبارك حجب موقع تويتر وقطع خدمات الانترنت عن مصر، او على الاقل في العاصمه
العاصمة وبعض المحافظات، وكمان قطع شبكة المحمول، يعني لا يبقى فيه مكالمات هاتفية ولا رسائل نصية. والكلام بدأ يتأكد من خلال بعض الناس اللي شغالة في الشركات دي داخل دوائرهم ومعارفهم، واللي بعضهم كتب ده على حسابه في تويتر أو فيسبوك. وكانت مصر وقتها فيها 3 شركات بس بتقدم خدمة الاتصال، موبينيل وفودافون واتصالات، والثلاث شركات مش حكوميين، شركات استثمارية خاصة. وكان الهدف طبعا هو قطع أي تنسيق بين القوى السياسية والحزبية والحركات والنشطاء، سواء ما بينهم وبين بعض أو حتى داخل الحركة الواحدة، ومنع محاولات توجيه الجماهير، وبالتأكيد طبعا إحداث حالة من التعتيم الإعلامي على حقيقة اللي بيحصل في الشارع. وعلى جانب تاني وقبل فجر يوم الجمعة ينفذ جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات لعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وصل عددهم ل 34 قيادي، منهم 7 من أعضاء مكتب الإرشاد، كان من ضمنهم محمد مرسي وعصام العريان وسعد الكتاتني وغيرهم. اعتقالات تمت من بيوتهم في الغالب ومن مختلف المحافظات. ومع صباح يوم الجمعة 28 يناير 2011 كانت تقريبا الأوضاع عادية في مصر كلها، يبان إنه يوم عادي، يوم أجازة، الشوارع هادية، غالبية الناس بتستعد للفطار وصلاة الجمعة. لكنه في الحقيقة ما كانش كده جوه نفوس الناس. عشرات الآلاف من المصريين بايتين ليلتهم وهم ناويين ينزلوا، ناويين يشاركوا في الاحتجاجات ضد نظام مبارك. منهم اللي نزلوا القهر والظلم، ومنهم اللي نزلوا مطالب سياسية ودستورية، ومنهم اللي نازل بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو اللي نازل علشان تعب من المرض والجهل اللي عايش فيه، وفي اللي كان نازل علشان الدم اللي سال، دم خالد سعيد، سيد بلال، دم مصطفى رجب. تعددت أسباب نزول المصريين، لكن نقدر نقول إن كل اللي نزل كان ليه حق في نزوله كان نتاج طبيعي، مش ل 30 سنة حكم مبارك، لا، كان نزول طبيعي نتاج 60 سنة تقريبا اتحكمت فيها مصر بالحديد والنار، وتم تضييع عشرات الفرص على أهلها إن هم يعيشوا بشكل آدمي ومحترم. حتى لو ما كانش فيه حريات سياسية بشكل كبير، كان ممكن يكون في نهضة اقتصادية، يكون في خدمات محترمة في التعليم، في الصحة. لكن اللي حاصل هو إن البلد قفلت على شعبها بالضبة والمفتاح، واتحرموا من كل حقوقهم لصالح شريحة محددة. ووسط تواصل الدعوات للنزول على مواقع التواصل اللي كانت لسه شغالة، قالت بعض الأحزاب السياسية ومنها الغد والوفد والنصيري إن هم هيشاركوا في مظاهرات الجمعة. وأكدت جماعة الإخوان إنها مش ترفع أي شعارات دينية أو شعارات وهتافات خاصة بالجماعة في المظاهرات. في المقابل كانت الدعوة السلفية بقيادة الدكتور ياسر برهامي والمهندس عبد المنعم الشحات بيحرموا التظاهر. وقال برهامي إن مصر مش تونس، وإن الخروج في مظاهرات يناير مهلكة ولا يجب أن يشارك فيها أي شخص، لأن الداعين للخروج والمشاركين فيها ليسوا من الملتزمين بالشرع الإسلامي، وعشان كده إحنا قررنا إننا مش هنشارك. أما البابا شنودة فطالب المواطنين بالهدوء وتجاوز حالة الاضطراب والقلق اللي عمت البلاد خلال الأيام الماضية. أما القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء فدعا كل مسيحي مصر لعدم المشاركة في التظاهرات، واتهم جماعة الإخوان بأنها اللي بتفتعل الشغب ده، وقال إن التظاهرات دي هتبعها فوضى ستؤدي لنهب ممتلكات المسيحيين في مصر. وكانت برضو وزارة الأوقاف هي كمان بتستعد لما أمرت ووجهت كل شيوخ الجمعة التابعين ليها إن هم يحذروا من النزول والمشاركة في مظاهرات يوم 28 يناير. وكان تقريبا خطبة الجمعة بتدور حوالين الاستقرار وأهمية الحفاظ على البلد، على أساس إن اللي حصل طول عهد مبارك على الأقل كان استقرار وبيحافظ على البلد. ده غير طبعا إن الجرايد والتلفزيون المصري حاولوا هم كمان إن هم يظهروا إن مفيش حاجة، وكل الموضوع ما هو إلا محاولات من الإخوان لإثارة الشغب في بعض المحافظات، وإنه تمت السيطرة على كل المحاولات دي. وبقت كلمات رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى عمالة تتعاد في النشرات، كلمات كلها تطمين وإن شباب مصر دول شبابنا. لكن يبدو إن أوان الكلام ده كان فات خلاص. وفي حوالي الساعة 10 صباحا بدأت شبكات المحمول والإنترنت تتعطل تباعا لحد ما شملت كتير من محافظات الجمهورية، خاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس. ومع اقتراب وقت الصلاة فضلت الأوضاع هادية جدا بطول مصر وعرضها. ومع بداية خطبة الجمعة اللي كان المفترض تؤدي لتهدئة الناس، كانت خطة الأوقاف وبال على مبارك ونظامه. خطبة الجمعة ضايقت المصلين في كتير من المحافظات، خاصة مع محاولات بعض أئمة الأوقاف إن هم يجودوا، لأنهم بدأوا يهاجموا المظاهرات اللي حصلت خلال الأيام الأخيرة، وقالوا إن اللي ماتوا فيها دول مش شهداء، وطالبوا الناس بإطاعة الحاكم ولي الأمر، وإن اللي يخرج يبقى بيهد بلده وبيكون خارج على القانون. وهنا يبدأ بعض الناس إن هم يقطعوا خطيب الجمعة ويتخانقوا معاه وهو على المنبر، يعني قالوا كده لا دي خطبة ولا دي صلاة، دي محاضرة أمنية. وفي اللي طالب خطيب الجمعة إنه يقصر خطبته ويقيم الصلاة بسرعة، وفي البعض اللي ساب الجوامع وخرج. وجات الخطبة بنتيجة عكس المتوقع، بحيث إنها شحنت الناس زيادة ضد النظام. وفي الكنايس جات النتيجة برضو بالعكس، لما جهز بعض من الشباب المسيحي نفسهم علشان يخرجوا ويشاركوا في المظاهرات، خاصة في منطقة شبرا. وبنفكركم بحلقة سيد بلال لما اتكلمنا عن تفجير القديسين باعتداء قوات الأمن اللي حصل على الشباب المسيحي اللي خرج يتظاهر غاضبا بعد التفجير، واللي تسبب في اشتباكات استمرت أيام. يعني على جميع المستويات كانت نفوس
نفوس الملايين من المصريين على مختلف انتماءاتهم بتغلي. اتحولت اغلب الشوارع والميادين الرئيسيه في المحافظات لثكنات عسكريه، تمركزات لقوات الامن المركزي وقوات فض الشغب المدعومه بالمدرعات وعربيات المطافي، انتشار لسيارات الشرطه، ده غير طبعا تواجد ضباط وافراد المباحث وامن الدوله والمخبرين قدام المساجد الكبرى والرئيسيه. ومع نهايه صلاه الجمعه خرجت المظاهرات من عشرات المساجد في مصر، وخاصه المساجد الرئيسيه في دمياط وبني سويف، شمال سيناء وكفر الشيخ، في الغربيه والجيزه، المنوفيه والمنيا وغيرهم. وزي ما خرج المصريين من المساجد رغم رفض وتحذير الاوقاف، خرج برضو مصريين من الكنائس رغم رفض وتحذير الكنيسه، علشان تكون اغلب محاولات منع وتخويف المصريين بلا قيمه على الارض. طبعا حصر المشهد في مصر كلها شبه مستحيل، فخلونا نحاول نسرد جزء من اللي حصل في القاهره والسويس والاسكندريه، كونهم بلا شك ابرز 3 محافظات شهدت احداث في اليوم ده، يوم الجمعه 28 يناير 2011. طبعا الحشود الامنيه في القاهره والاسكندريه والسويس كانت لا تقارن بغيرها. يعني مثلا كان التواجد الامني كثيف باعداد كبيره جدا لقوات الامن المركزي قصاد مسجد الفتح بميدان رمسيس، مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه، وبرضه قصاد مسجد الأربعين في السويس، في الميدان اللي شهد اشتباكات بين الامن ومواطنين من مغرب يوم 25 يناير لحد الساعات الاولى من صباح يوم 28 يناير. لكن المره دي كانت اعداد الناس برضه كبيره، او بمعنى ادق اكبر. الاف المواطنين بيتظاهروا لاول مره في مصر بالشكل وبالاعداد دي، هتاف يسقط حسني مبارك والشعب يريد اسقاط النظام كانت بتزلزل الارض تحت قوات الامن. كان هدف الشرطه يومها هو ايقاف المتظاهرين عن الحركه، يعني مش عايزين مسيرات ومظاهرات، افضل قصاد الجامع واهتف لحد ما تتعب. حركه كان بيعملها الامن كتير، وكانت بتعملها القوى السياسيه برضه في السنوات الاخيره قبل الثوره، يتجمعوا في مكان تحاصرهم قوات الامن، يفضلوا يهتفوا لحد ما نفسهم يتقطع وخلاص. لكن المره دي مختلفه في كل حاجه، الناس مش عايزه تقف مكانها، عايزين يلفوا في كل مكان، كانوا حريصين ان هم يسمعوا كل مواطن مصري صوتهم وانه ينزل يشارك معاهم علشان يعيش حريه عداله اجتماعيه. حاولت قوات الامن تمنع المتظاهرين من التقدم، خاصه في القاهره والجيزه، واللي كانوا بيحاولوا يوصلوا لميدان التحرير من كل مكان. خلاص بقى معلوم بالضروره كده ميدان التحرير نقطه تجمع رئيسيه، المتظاهرين بيحاولوا يوصلوا لها والامن بيحاول يمنعهم. وبدات قوات الامن المركزي تعتدي على المتظاهرين السلميين قصاد جامع الفتح في رمسيس. بصوا علشان نحاول نقلل التكرار، تقريبا وبنسبه كبيره اللي حصل في رمسيس بيشبه لحد كبير اللي حصل قصاد وبالقرب من كل التجمعات الرئيسيه في المحافظات. في القاهره بدا الامن محاولته في تفريق الناس بالقاء قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، لكن الناس ما اتفرقتش. تخيل ناس غضبانه بتتظاهر في جمعه اسمها جمعه الغضب، فانت كامن تيجي تزود غضبهم وتستفزهم، وبدل ما كان الناس متجمعه كتله واحده قصاد قوات الشرطه، اتوزع الناس على مساحه اكبر، وبداوا يتفرقوا في اماكن تانية وشوارع فرعيه، وينضم لهم مواطنين تانيين، وبقى صعب على قوات الامن ملاحقتهم او السيطره عليهم، خاصه ان بعض المواطنين بداوا يدافعوا عن نفسهم ضد اعتداء قوات الامن. ونفس الموضوع تقريبا حصل في مظاهره خرجت من مسجد رابعه العدويه في مدينه نصر، ومظاهره كانت عند مسجد النور في العباسيه، واللي كلهم بداوا في التوجه لميدان التحرير، وبقى يختاروا يمشوا في شوارع الامن مش متواجد فيها، وبدات الناس تضم على بعض. طبعا كل ده وسط انقطاع تام لشبكات المحمول، محدش عارف يتصل بحد، محدش عارف يطمن على حد. والعلم وعن تجربه ومعرفه ومشاهده، الحركه دي زودت اعداد الناس في الشارع. فمع حوالي الساعه 3 العصر وكتير من الناس قاعده في بيوتها مش عارف عيالها فين، او الاب لسه ما رجعش من الصلاه، خلى كتير من الناس تنزل من البيوت وتروح لاماكن التظاهر تدور على اهلها وتحاول تطمن عليهم، فزادت اكتر واكتر اعداد الناس في الشارع. النظام ساعتها بقى يتعامل مع كل مواطن ماشي في الشارع على انه متظاهر، وده زود طبعا الضغط على قوات الامن علشان يكون قرار قطع الاتصالات اللي خده النظام وهو فاكره لصالحه يكون مردوده بشكل عكسي. وفي محافظه الجيزه الدكتور محمد البردعي وعدد من القيادات السياسيه انضموا لمظاهره فيها الالاف، اتجمعت وخرجت قصاد مسجد الاستقامه. وزي ما حصل في رمسيس اعدادت قوات الامن على المتظاهرين الواقفين مكانهم علشان يبدا الناس يتحركوا بمظاهره في طريقها لميدان التحرير. وهم في طريقهم وصلوا لجامعه القاهره، وهناك برضو كانت قوات الامن في انتظارهم محاوله تمنعهم من التقدم علشان يبقى الناس متحاصرين ما بين قوات الامن قصاد جامعه القاهره وقوات الامن عند كوبري الجامعه. وهنا يقرر الناس ان هم يتحركوا ناحيه كوبري عباس، واللي منه برضو رايحين على هدفهم ميدان التحرير. وفي ميدان مصطفى محمود فشلت قوات الامن في منع حركه المتظاهرين بسبب اعدادهم الكبيره اللي فاقت الامن المركزي بمراحل، واضطروا ان هم يفتحوا الكردون والناس تعدي.
اما في السويس فكان الموقف مختلف تماما. فعلى الرغم من التواجد الامني المكثف خاصه في ميدان الأربعين، الا ان اعداد الناس الكبيره جدا واللي بقت تيجي من كل مكان فاقت قدره قوات الامن المنهكه اصلا. بقى ميدان الأربعين زي المصب اللي بتوصله مظاهرات كبيره وصغيره من كل شارع جانبي او رئيسي، ورغم استخدام قوات الامن لكل انواع القوه لفض المتظاهرين، بدايه من المياه والقاء الحجاره وقنابل الغاز والخرطوش، مرورا بالدهس بالمدرعات وصولا للرصاص الحي. لكن اصرار الناس وردهم على قوات الامن بالحجاره والمولوتوف والالعاب الناريه خلى بعض قوات الامن تنسحب من ميدان الأربعين لاماكن تانية في السويس، خاصه باتجاه حي السويس اللي فيه مديريه الامن وديوان عام المحافظه، ويتحرك الجزء الاكبر من الناس باتجاه مبنى المحافظه عشان يقابل مظاهرات تانية زي اللي خرجت من مسجد الشهداء. ويفضل برضو عدد اكبر في ميدان الأربعين بتحاول رد اعتداءات قوات الشرطه، خاصه اللي صادره من داخل اسم شرطه الأربعين، الاسم اللي كان فيه مواطنين محتجزين بسبب احداث الايام الاخيره، وكتير من اهليهم كانوا من الصبح قصاد الاسم بيحاولوا يطمنوا على اولادهم، لكن قوه الاسم رفضت تماما، وبدا الاعتداء على الاهالي زيهم زي المتظاهرين. وده زود غضب الناس اللي بداوا في الدفاع عن نفسهم ضد اعتداءات الشرطه اللي وصلت لضربهم بالرصاص الحي. وفي المقابل اتطور الامر، فجنب الحجاره والالعاب الناريه استخدم بعض الناس المولوتوف واحيانا سلاح خرطوش بدائي. ومع عصر اليوم تقريبا زاد الضغط على قوات الامن اللي ما بقتش قادره تعمل حاجه خلاص، فتراجعت تماما، وبدا كتير من الضباط والامناء يسيبوا الشوارع، منهم اللي رجع على بيته او بيت حد من معارفه، ومنهم اللي رجع على مديريه الامن او اي اسم شرطه تاني غير اسم شرطه الأربعين اللي بقى متحاصر تماما من مئات المتظاهرين. وعدد قليل من الضباط والامناء لسه عمالين يضربوا رصاص حي وخرطوش على الناس، وبدا الناس ترد عليهم. وفي النهايه تم اقتحام قسم شرطه الأربعين، ويقدر بعض الضباط والامناء ان هم يهربوا ويتمسك بعضهم ويتعرضوا للضرب، ويتم احراق قسم شرطه الأربعين اللي نقدر نقول انه اول اسم شرطه اتحرق في مصر بالكامل عصر يوم 28 يناير. ونقدر نقول كمان انه الاسم اتحرق بشكل عفوي، نقصد انه كان في اطار فعل ورد فعل نتيجه تتالي الاحداث، علشان لاحقا وفي نفس اليوم كترت جدا حوادث حرق اقسام ونقاط الشرطه لدرجه ان بعضها ما كانش قصاده اصلا اشتباكات، وبكده يتحرق اسم شرطه الأربعين اللي البعض اطلق عليه قلعه الظلم اللي ياما شافوا فيها عذاب وتعذيب. اما اوساط قسم الأربعين يسيب ضباط الامن المركزي 3 عربيات مليانين عساكر ومقفول عليهم، يسيبوهم ويمشوا، فيحاصر المتظاهرين عربيات ويكسروا الابواب ويطلعوا العساكر. عشرات من عساكر الامن المركزي بقوا متحصرين من مئات المتظاهرين الغاضبين اللي بقالهم ايام بيتعرضوا للضرب ومحاولات القتل والدهس على ايد الشرطه والامن المركزي. وهنا يحصل موقف بيظهر حقيقه ثوره يناير وحقيقه متظاهريها، ان هم مش عايزين تدمير ولا خراب، وانهم وان كانوا فعلا غاضبين بس لغضبهم حدود. بقى المتظاهرين عمالين يهدوا في العساكر ويطمنوهم، وبعد حبستهم ما يشبه الفرن في العربيات قعدوهم في الضله تحت العمارات او في مداخلها، جابوا لهم ميه واكل، وفي ناس فتحت ابواب بيتها ليهم، في الناس اللي اديتهم هدوم وفلوس كمان علشان يمشوا، وقالوا لهم ارجعوا على بلدكم، ومفيش عسكري منهم اتضرب ولا اتلمس. ولكن برضو بعد ما فضوا عربيات الامن المركزي جه البعض وحرقها. الناس اعتبرت العربيات دي رمز للظلم والقمع اللي لازم يتحرق، مش دي العربيات اللي كانت بترهبنا وتخوفنا وتتسلط علينا طول السنين اللي فاتت، مش دي العربيات اللي مبارك بيتحامى فيها. فنقدر نقول ان غضب الناس كان موجه مش عشوائي. طبعا في جزئيه مهمه هنا، حد هيقول اننا مصورين ان المتظاهرين ملائكه مفيش حاجه عملوها او بيعملوها غلط. طبعا هنا لازم نقول مفيش حد ملاك وما بيغلطش، لكن مش الاولى نقعد نتكلم يعني ايه غلط؟ نقعد نناقش الدور اللي المفروض لقوات الامن انها تأديه وحقيقه الدور اللي بتأديه. هل الامن بيحمي البلد والوطن والمواطن ولا بيحمي النظام بيحكم؟ لو موجود النهارده مش هيبقى موجود بكره. الموضوع محتاج كلام كبير ونقاش كتير ومجاله مش هنا. او ممكن نلاقي اللي يقول لك ان الثوره كان فيها مسجلين خطر وسط المتظاهرين وهم اللي اعتدوا على الامن عشان يسرقوا سلاح منهم، يعني مش كله كان خارج علشان الوطن. برضه هنا لازم نسال، يعني هو قوات الامن كانت خارجه علشان الوطن ولا عشان حفظ امن بعض الاشخاص في السلطه اللي هم عمرهم ما هيكونوا الوطن؟ وكمان نسال، هل المسجلين خطر دول فجاه بقوا وحشين؟ هو مين اللي ساعدهم وتغاضى عنهم لسنين طويله لحد ما كبروا وبقوا عزوه وليهم شنه ورنه؟ مين اللي كان بيجيبهم ويجرأهم يعتدوا على الستات والبنات ويضربوا الطلبه داخل الحرم الجامعي ويثيروا الشغب قصاد لجان الانتخابات؟ المواطن اللي كان بيجيبهم ولا النظام؟ لكن لما النظام ده بس حب من ايدهم طلع يشتكي ويغلوش. المهم نكمل من السويس. بعد موضوع عربيات وعساكر الامن المركزي كمل الناس اللي كانوا في ميدان الأربعين طريقهم لحي السويس، وهناك بدات قوات شرطه اسم السويس في اطلاق الرصاص الحي عليهم اللي تسبب في ارتقاء حوالي 3 مواطنين غير الاصابات. طبعا لما وصل بقيه المتظاهرين وشافوا الجثامين شالوها ومشوا بيها، وفوجئوا انهم بيتضرب عليهم برضه رصاص. وهنا بدا الناس تهجم على اسم شرطه السويس وكمان على معرض سيارات اتقال ان صاحبه ضرب نار على المتظاهرين مع الشرطه، وزادت الاشتباكات بالطوب والمولوتوف وارتقى عدد اكبر من الشهداء وزاد غضب الناس وزاد عددهم. وبكده نكون وصلنا في الاحداث في السويس للساعه 4 أو 5 تقريبا.
وهنا نضطر نرجع لما بعد انتهاء صلاة الجمعة مرة تانية، لكن من محافظة الإسكندرية اللي انطلقت فيها عدد مظاهرات في المنشية والرملة وأبو قير، ولكن يمكن كان أبرزها مظاهرة ميدان القائد إبراهيم، سواء من حيث عدد المتظاهرين أو قوات الأمن. فبعد الصلاة مباشرة ردد آلاف المواطنين هتافات الشعب يريد إسقاط النظام، واعتدت عليهم قوات الأمن بعشرات قنابل الغاز المسيل للدموع. والعلم قنابل الغاز مش بتخليك تعيط لحسن حد يفهم كده من اسمها، دي اسمها في الأول وفي الآخر قنبلة. يعني قنابل الغاز ممكن تموت لو أصابت شخص، أو ممكن تسبب الاختناق والوفاة نتيجة استنشاق الغاز. عامة السمة الأبرز إن الناس ما وقفتش تتفرج، ردت فورا بإلقاء الحجار واتجمعوا أكتر، وبقت قوات الأمن هي اللي متحاصرة من الناس، فهربت من الميدان فورا علشان تتوجه المظاهرة للكورنيش بآلاف المواطنين اللي بيهتفوا يسقط يسقط حسني مبارك. وبرضه كملت قوات الأمن اعتدائها على المتظاهرين في أكتر من مكان بالإسكندرية بالخرطوش والرصاص الحي علشان يرتقي عشرات المتظاهرين السلميين. ونرجع للقاهرة في حوالي الساعة 4 أو 5 العصر لما تقابل عشرات الآلاف من المتظاهرين على كوبري قصر النيل في محاولة بدأت من بعد صلاة الجمعة للوصول لميدان التحرير وسط محاولات قوات الأمن لمنعهم وتفريقهم، وده تسبب فعليا في مئات الإصابات. لكن مع ثبات الناس وإصرارهم وزيادة أعدادهم والتخبط والتعب اللي صاب قوات الأمن، بدأت قوات الأمن تتراجع وتخلي الكوبري قصاد الناس خوفا منهم بعد ساعات من الاعتداء الوحشي على المتظاهرين، وتحرك الناس من كل مكان ناحية ميدان التحرير. نحب نفكركم إن كل ده بيحصل في وسط إن مفيش تليفونات شغالة، لا اتصالات ولا رسائل SMS وطبعا ولا إنترنت، فالناس حاطة تليفوناتها في جيبها ومركزة في التظاهر وبس، ومحدش يعرف حاجة عن التاني إلا من خلال الأخبار اللي كانت بتيجي من بعض وسائل الإعلام، ونقصد القنوات الفضائية سواء العربية أو الأجنبية، واللي على عكس التلفزيون المصري كانت بتنقل اللي بيحصل في المحافظات، وكانت هي تقريبا الطريقة الوحيدة اللي عرف بيها الناس في القاهرة مثلا ايه اللي بيحصل في السويس والإسكندرية وشمال سيناء، والعكس. فكل واحد في محافظة عرف ان في آلاف المواطنين بقالهم ساعات بيتظاهروا زيه بالظبط، وعرفوا برضو ان كل المحافظات تقريبا فيها شهداء بسبب استخدام قوات الشرطة للقوة المفرطة في محاولات تفريق الناس، وان الشرطة انسحبت من اماكن كتير وخاصة في القاهرة لما سحب وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي كل القوات تقريبا الموجودة وامرها بالتمركز حوالين مبنى وزارة الداخلية لتأمينه، والحل نفسه كان في اغلب المحافظات. الماوس هنا بقول لسيادتك فوق ما اقدر اصور. خلاص الشعب ركز. ومن بعد اللحظة دي لحظة انكسار الشرطة قصاد المتظاهرين وخاصة في القاهرة والإسكندرية والسويس، كان الشعب مسيطر فعليا على الشوارع ولا صوت يعلو فوق صوت الجماهير. وهنا يقرر الرئيس مبارك بصفته الحاكم العسكري لمصر واستنادا على العمل بقانون الطوارئ اللي شغال في البلد منذ لحظة وصوله للحكم، يعني من 30 سنة تقريبا، يقرر مبارك فرض حظر التجوال في جمهورية مصر العربية بالكامل على أن يبدأ من مساء يوم 28 يناير ولحين إشعار آخر، يعني غير محدد المدة، على أن تكون ساعات الحظر من 6 مساء لل7 صباحا. لكن بعدها يعدل مبارك قراره ويعلن فرض حظر التجوال في 3 محافظات بس، ومن القاهرة والإسكندرية والسويس، على أن يتولى الجيش بمساعدة من الشرطة مسؤولية تنفيذ قرار الحظر وتأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة. ولكن واقعيا خلاص ما كانش في شرطة، وقوات الجيش هي اللي تولت كل الموضوع. وبالفعل وما بين الساعة 5 و6 مساء تبدأ تظهر مدرعات ودبابات وعربات الجيش في شوارع القاهرة والسويس والإسكندرية. طبعا القاهرة جات لها قوات من المنطقة المركزية، والإسكندرية نزلت قوات المنطقة الشمالية العسكرية، أما في السويس فكانت قوات الجيش الثالث الميداني. وفي ال3 محافظات بعض الثكنات العسكرية ما يفصلهاش عن قلب المدينة دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، أو بكتير قوي 30 دقيقة لساعة. صحيح كان استقبال قوات الجيش وقتها متباين، ولكن غلب عليه الترحيب من المتظاهرين وعموم الناس في الشارع. الجيش وقتها في عيون ملايين المصريين كان بعيد عن القمع والظلم المباشر ليهم واللي شافوه على ايد الشرطة لسنين، وضابط الجيش بالنسبة لهم أحسن من ضابط الشرطة، وعسكري القوات المسلحة أحسن مليون مرة من أمين الشرطة والمخبر وعسكري الأمن المركزي. ولو رجعنا لميدان التحرير هنلاقي إن في مظاهرة كانت اتحركت منه في اتجاه وزارة الداخلية، المبنى اللي كانت بتصدر منه أوامر قتله، ولكن محاولات الاقتراب من الشوارع المحيطة بالوزارة كانت بتقابل بالرصاص الحي، وكان بيتم قنص الناس عشوائيا في الشارع، وارتقى عدد من الشهداء في المظاهرة دي. في المقابل وخاصة في السويس والإسكندرية المتظاهرين ساعدوا قوات الجيش في الوصول للأماكن المفروض يروحوها بعد ما تاهت بعض مدرعات الجيش داخل المدن وما بقوش عارفين يمشوا ازاي. لكن رغم كل المشاعر دي الا ان في القاهره وبالقرب من ميدان التحرير اتعرضت بعض مدرعات تابعه للحرس الجمهوري للتدمير عن طريق المولوتوف، خاصه بعد ما انتشر بين الناس انها نازله تساند قوات الشرطه في تفريق المتظاهرين. لكن الموقف ده عدى وما اتطورش عن كده، لكن اتطور في اتجاه اخر، اتجاه اكثر هدوءا وايجابيه بيعكس حقيقه المتظاهرين وحسن نيتهم ونبلهم.
وخوفهم على بلدهم، وان هم ما بيعادوش بلدهم ولا مؤسساتها ولا عايزين يخربوها. وده ظهر في التعاون بين الناس وقوات الجيش في اخماد كتير من الحرايق اللي انتشرت سواء في عربيات ومدرعات الشرطه او بعض المباني الحكوميه او الخاصه، وكمان وده الاهم في تامين البلد. فمع انسحاب الشرطه انتشرت على نطاق واسع اعمال سلب ونهب وسرقات. ايوه لازم نسمي الحاجات بمسمياتها، من اول المحلات مرورا بالمعارض والمتاجر والمولات وصولا لسرقه البنوك، ودي جرائم كان بعضها بيحتاج عصابه متخصصه تقوم بيها زي سرقه البنوك كده، وبعضها كان عشوائي زي سرقه افرع شركات المحمول مثلا او فروع عمر افندي وكارفور، ومحاوله الاعتداء على الفنادق او سرقه بعض السيارات. يجمع الناس بعد يوم مرهق يحاولوا يامنوا المنشآت العامه والخاصه على قدر استطاعتهم، والعلم وقتها لا كان الناس لوحدها تقدر تامن ولا كان الجيش يعرف يقف قصاد اللي بيحصل في الشارع، لكن بالتعاون بين الاثنين بدات الامور تهدى شويه. وعلى الرغم من توقف المظاهرات تقريبا وبقى الناس متجمعه في ميدان التحرير او في تكتلات كبيره في المحافظات خاصه السويس والاسكندريه، الا ان ماسوره من الاخبار انفجرت عن اقتحام اقسام الشرطه واحراقها مهما كانت بعيده عن اي احداث او ملهاش علاقه باي حاجه حصلت خلال يوم. ولكن السمه الابرز انها حرايق غير معروف سببها، زيها زي حريق مبنى الحزب الوطني اللي اتعرض للاقتحام والحرق برضه، ولكن فعليا الامر ما كانش ليه علاقه بالمظاهرات او المتظاهرين. يمكن البعض شافوا ان النظام هو اللي حرقه، او البعض اتهم وقتها حتى وزاره الداخليه بحرقه ردا على استغناء مبارك عنهم ونزول الجيش. لكن في كل الاحوال وان كان مين اللي حرقه فالنتيجه كانت في صالح الثوار نفسيا ومعنويا لما شافوا رمز الخراب بيتحرق، الحزب اللي افسد الحياه في مصر اللي بيقف ورا كل مصيبه في البلد ادي مقره الرئيسي بيتحرق. في نفس التوقيت بدات اخبار تظهر عن اقتحام للسجون واخراج المساجين اللي فيها، ده غير اخبار انتشار لبلطجيه وحراميه. لكن الموضوع بقى اكبر من شويه حراميه، كتير من الناس اللي ما كانش ليها علاقه بالمظاهرات خرجت واستغلت الظرف وبدات تسرق اي حاجه. يعني مثلا بعض مباني الاحياء اتسرقت، خدوا مكاتب دواليب مراوح كراسي. بتوع الحديد والخرده برضو كان لهم نصيب، وبقى المتظاهرين والناس شايفين عربيات نص نقل وتكاتك محمله باللي تقدر عليه. ايوه حصل انفلات في جزء من نهايه يوم 28 يناير اتسبب في خسائر ماديه، لكنها في الاول وفي الاخر ممكن تعوضها بشكل او باخر. لكن طول 7 ساعات تقريبا من الساعه 1 الظهر لحد الساعه 8 مساء حصلت خسائر اكبر لا يمكن تعويضها. في دماء مواطنين مصريين اريقت. لو حطينا دم مصري واحد في كفه وحطينا كل حاجه اتسرقت في كفه تانية، اي كفه المفروض ترجع. بحسب بعض التقديرات واللي منها تقرير الامم المتحده قال ان في الفتره من 25 يناير لغايه 28 يناير اتعرض 380 مواطن للقتل، وفي تقديرات تانية بتقول ان الاعداد اكبر من كده. متخيل الرقم؟ 380 انسان ماتوا علشان بس هتفوا عيش، حريه، عداله اجتماعيه، ويتم اتهامهم انهم بلطجيه او تضخيم حجم التلفيات والسرقات اللي حصلت قصاد تدفيه دم الشهداء اللي سال. عموما نرجع لبداية التحرير، ومع دخول الساعة 10 مساء تبدأ تتشكل ملامح الاعتصام في ميدان التحرير، والناس بدأت تقعد وكل واحد يشوف لقمة ياكلها أو مكان هنا ولا هنا علشان ينام فيه. في المقابل قوات الجيش الموجودة اتعاملت بشكل سلبي مع المتظاهرين المعتصمين، يعني ما نفذتش عليهم أو ضدهم أي إجراء بخصوص فرض حظر التجوال، وإن كان طبعا كان بيتم الطلب منهم إن هم يروحوا، ولكن خلاص اللي حصل حصل. الشعب ركب يا باشا، الناس في الشارع، الناس قررت مش هتسيب الميدان وتروح، مش هنمشي، هو هيمشي. بدأت من اللحظة دي. فكان يا مكان. استنونا في الجزء الثاني من حلقة 18 يوم. اعمل لايك للفيديو لو عجبك واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة ده، انا تاريخ بيتي. لما يبقوا معيشينك في رعب سنين طويلة، قمع وظلم، فساد وجهل ومرض، لدرجة انك بقيت خايف تفتح بقك تقول رأيك، خايف تطالب بحقوقك بالحد الأدنى منها، ولكن دوام الحال من المحال. فتكون طريقة الحكم اللي مورست ضدك علشان تبقى ماشي جوه الحيط هي سبب انك تكون ساعي للتغيير، وتكون كل الإجراءات اللي اتخذت ضدك علشان ترجع تسكت من تاني هي سبب ثباتك وعلو صوتك. لما يبقى اللي كان بيحكمك بالعين الحمراء في لحظة بقى يتمنى لك الرضا ترضى. فكان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة ده، انا تاريخ بيتي. من
صباح يوم 25 يناير ولحد مساء يوم 28 يناير 2011 مرت مصر بكتير من الأحداث، سردنا جزء كبير منها في الجزء الأول من الحلقة دي. لو ما شفتهاش روح شوفها الأول. في وقت متأخر من يوم الجمعة أو نقدر نقول الساعات الأولى من يوم السبت، يخرج الرئيس مبارك في خطاب، ويكون أول خطاب ليه منذ اندلاع مظاهرات 25 يناير، وبكده تكون أول أحداث يوم 29 يناير 2011 هي إعلان مبارك عن تعيين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا لرئيس الجمهورية، علشان يصبح سليمان أول من يتولى المنصب ده في عهد مبارك. ويعلن مبارك عن إقالة الحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف، ويكلف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني في حكومة نظيف يكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وفي صباح يوم السبت 29 يناير صحي المصريين ولسه منظر الدم اللي سال في شوارع وميادين البلد مال عيونهم، لكن برضه كان في بال الناس ازاي قدروا ان هم يكسروا محاولات النظام الوحشية لوقت الثورة في مهدها، سواء من خلال قطع الانترنت والاتصالات او من خلال الاعتداءات من الشرطة على المتظاهرين اللي راح ضحيتها المئات واصيب الالاف غير الاعتقالات. كان مختلف محافظات مصر تقريبا عايشة بشكل طبيعي تماما، يعني مثلا جنوب سيناء اللي فيها نويبع وشرم الشيخ كانت الشرطة متواجدة عادي وسط الناس والمطار شغال، في حين شمال سيناء ارتقى فيها شهداء برصاص الشرطة. وقيس على كده كتير من المحافظات اللي المظاهرات فيها كانت محدودة جدا والوضع هادي. يعني نقدر نقول ان ابرز المحافظات اللي شهدت احداث في الكام يوم اللي فاتوا وهيبقى لها اثار وتبعات بعدين هم القاهرة والسويس والاسكندرية. وبعد انسحاب الشرطة يبدأ المتظاهرين والاهالي من يوم 29 يناير بقيادة عدد من الرموز السياسية والدينية في كل محافظة وبحضور ممثل عن الجيش يبدأوا بتشكيل لجان شعبية بعد انتشار اخبار عن فتح السجون وهروب المساجين وان في بلطجية بيطلعوا البيوت دي وغيرها. كانت وقتها شائعات منتشرة جدا، علشان كده وقف اهل البلد اصحاب البلد اللي هم الشعب ونظموا الدنيا ودافعوا عنها. وكانت اللجان الشعبية دي ليها مهام متعددة زي ازالة اثار الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، تأمين المنشآت والمباني العامة والخاصة، ومساعدة الجيش في تطبيق حظر التجوال في الشوارع الرئيسية والميادين، وحفظ الامن، وعمل نقاط تفتيش في الشوارع الفرعية والمناطق السكنية. ده غير تنظيم المرور او تشجيع الناس على تسليم اي سلاح معاها اتاخد من اقسام الشرطة، او حتى الابلاغ عن اي بلطجية او ناس بتحاول اثارة الشغب. وفي بعض المحافظات اتمسك فعلا بلطجية وافراد تابعين للشرطة وتسلموا لقوات الجيش. ومع بداية نهار يوم 29 يناير كان في حالة من الهدوء تسود ميدان التحرير وميادين القاهرة، على الرغم من زيادة اعداد المتظاهرين في الوقت اللي كانت الاتصالات لسه ما رجعتش زي الاول ومفيش انترنت بشكل كامل. وكان في بعض المناطق بيتم التواصل بين الناس ومعرفة الاخبار عن طريق مكبرات الصوت على عربيات بتلف الشوارع للاحتشاد ومواصلة التظاهر زي ما كان بيحصل كده في الاسكندرية مثلا. حتى الجرايد في اليوم ده اتأخرت كتير عن الوقت اللي كانت بتصدر فيه، وكان الحصول عليها صعب في بعض المناطق، وكانت اخبار جمعة الغضب متصدرة عناوين الصحف سواء الحكومية او الخاصة. نقدر نقول بشكل عام كان في متظاهرين في الشوارع والميادين، ايوه، لكن ما شفناش لا تخريب ولا نهب ولا اشتباكات ودماء زي ما حصل في اليومين اللي فاتوا قبل انسحاب الشرطة. يعني ممكن تسميها فترة استثمرها المتظاهرين في التقاط الانفاس وترتيب الاوراق، وبالفعل امتدت الاحتجاجات لتشمل مدن الدلتا، وخرج الناس يطالبوا مبارك بالتنحي. يعني رقعة المظاهرات بتزيد ما بتقلش. في نفس الوقت كان الجيش نزل للشوارع والميادين بعد اختفاء الشرطة في اعقاب جمعة الغضب، ودي كانت اول مرة من فترة طويلة يشوف فيها المصريين دبابات الجيش في الشوارع. وانتشرت صور كتير لجنود من الجيش رافعين العلم المصري مع المتظاهرين، وكانت الهتافات في الميادين الجيش والشعب ايد واحدة. وعلى الرغم من كده كان المصريين لسه مش مدركين دور الجيش في الوقت ده، وعشان كده نقدر نقول ان بنسبة ما انقسم الشارع بين اللي كان شايف ان الجيش نازل يحمي المتظاهرين وان انكسار الداخلية ده من انجازات الثورة، وفي اللي كان بيشكك في نزول الجيش للشارع كون ان ولاء قيادات المجلس العسكري هو للرئيس مبارك. لكن رد فعل الجيش الهادي نسبيا او نقدر نقول السلبي تجاه المتظاهرين خاصة خلال يومي 28 و 29 يناير كان بيدفع في اتجاه تطمين الناس اكتر. في حوالي الساعة 12 الظهر خرجت حكومة احمد نظيف واعلنت استقالتها بناء على طلب الرئيس، وفي نفس الوقت دعا الدكتور محمد البرادعي الثوار لاستمرار التظاهر حتى اسقاط مبارك. وبعد دقائق تقريبا من اعلان نظيف الاستقالة يتم الاعلان عن تفجير مبنى مباحث امن الدولة في رفح، وينتج عن التفجير ده مقتل 3 من عناصر الشرطة. بعدها يعلن التلفزيون المصري قرار جديد لمبارك بتغيير مواعيد حظر التجوال علشان تبقى من الساعة 4 العصر لحد 8 صباحا، اللي هو محاولة واضحة جدا لحبس الناس في بيوتها وهنخلي الشوارع فاضية أطول فترة ممكنة. وبالفعل بدأ الجيش يطلب من المتظاهرين عدم التجمهر في الشوارع والميادين والتقيد والالتزام بحظر التجول، وساعدونا ناس علشان نحافظ على البلد. وكمان طلب الجيش من المواطنين بشكل صريح حماية نفسهم، يعني كل واحد يحمي نفسه بنفسه. وزي ما قلنا الناس أصلا ما استنتش الجيش يقول، هي نظمت نفسها
ودعمت الجيش وساعدته، لكن ده طبعا خلى في حاله من السيوله الامنيه اكتر. يعني اي حد من المواطنين كان شايف من وجهه نظره انه يعمل كمين هنا، يعمل نقطه تفتيش، بيعمل. والموضوع استمر فتره لكنه اصبح اكثر تنظيما بعد كده. وفي نفس اليوم 29 يناير 2011 يعلن البنك المركزي وقف العمل في كل البنوك كاجراء مؤقت واحترازي. وتنقل الاخبار استقاله رجل الاعمال احمد عز من امانه الحزب الوطني، وقال ان الاستقاله تاتي في اطار الاصلاحات اللي مبارك ناوي يعملها. ومع اقتراب دخول وقت حظر التجوال الا ان المظاهرات فضلت مستمرة، وطلعت جماعة الإخوان المسلمين ببيان طلبت فيه النظام بتنفيذ انتقال سلمي للسلطة عبر انتخابات يتم إجراءها بنزاهة وشفافية. طبعا نظام مبارك استغل فزاعة الإخوان، وخرج بعض من المؤيدين للنظام في الإعلام وقالوا إن الإخوان هم السبب في الفوضى اللي بتعيشها البلاد، وإن المظاهرات كانت ماشية بشكل طبيعي يوم 25، إلا إن دخول الإخوان ومشاركتهم فيها هو اللي حول مسار المظاهرات ووصلنا للي احنا فيه. وكمان اتهموهم بإن هم برضو اللي ورا عمليات الحرق والنهب اللي حصلت. الكلام ده كان بيتقال، وكان في نفس الوقت قيادات الجيش بيقابلوا قيادات القوى الثورية والسياسية واللي بينهم الإخوان، وبينسقوا سوا إجراءات التأمين وحماية البلد. طبعا كان واضح من اللحظة الأولى استغلال أي حاجة لتشويه الثورة والثوار. وفي حدود الساعة 4 العصر كان محيط وزارة الداخلية أشبه ما يكون بمنطقة موت بسبب ضباط وعناصر الشرطة اللي كانت بتحمي المكان، ووفق بعض الشهادات كمان تواجد قناصة على سطح الوزارة والعمارات المجاورة ليها. وكانت المنطقة اتجدد فيها الكر والفر بين الشرطة والمتظاهرين بعد اعتداء الشرطة بإطلاق النار على جنازة أحد الشهداء في شارع القصر العيني، وده أثار غضب الناس جدا، فقرروا الاحتجاج أمام مقر وزارة الداخلية. الداخلية شافت المنظر فبادرت بإطلاق الرصاص الحي علشان يرتقي 3 مواطنين، ونتيجة لزيادة أعداد القتلى والجرحى بدأ المتظاهرين في التفكير في تدشين المستشفى الميداني. المتظاهرين اللي اتهموا ان هم عصابات منظمه او ان هم همج، نفس المحتجين اللي كانت بنادق الشرطه بتقتل فيهم بزعم حفظ الامن والامان، هم المتظاهرين اللي في نفس الساعه تقريبا يكونوا بيشكلوا سلسله بشريه حوالين المتحف المصري القريب من ميدان التحرير علشان يحموه من اعمال التخريب والنهب بعد انسحاب الشرطه. انسحاب استغلته مجموعات من البلطجيه وانتشروا في بعض الشوارع والميادين وسرقوا عدد من المحلات الكبرى. وتصدى الجيش لمحاوله اقتحام مبنى تابع للبنك المركزي، واطلقت قوات التامين نار في الهواء واجبرت المقتحمين دول على التراجع. ومن قلب القاهره لاسوان، وفي نفس الوقت تقريبا الساعه 4 العصر توصل مظاهره لمقر الحزب الوطني الديمقراطي، وتتطور الامور ويتم اقتحام مقر الحزب وحرقه. في نفس الوقت في القاهره عقد مبارك اجتماع مع عدد من الشخصيات في القصر الرئاسي، وكان من مخرجات الاجتماع ده تكليفه نائب الرئيس اللواء عمر سليمان بالتواصل مع كل القوى السياسيه لبدء حوار يؤدي للتوصل لاتفاق يرضي جميع الاطراف، ولقاء الفريق شفيق للتشاور حول اسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد. الا ان رد فعل الناس في الشارع كان في اغلبه شايف ان مجرد تغيير الاشخاص او استبدال الاسماء مش كفايه علشان يحل مشاكل البلد، وان مبارك بيماطل وبيبعد عن الهدف الاساسي للناس. الناس بعد يوم 28 خلاص بقى هدفها رحيل مبارك نفسه. التغيير الوزاري ده كان ممكن يكون حل اكثر من رائع من اول يوم 1 يناير لحد يوم 25 يناير مثلا. ويوم 25 يناير نفسه لو كان مبارك اعلن اقاله وزير الداخليه وفتح تحقيق في الاحداث وعمل لجنه حوار وطني ودعا كل الاحزاب والقوى السياسيه للنقاش حوالين مطالبهم واللي ابرزها تعديل الدستور، كان ممكن الموقف اختلف تماما. لكن مبارك ركب دماغه وقال هدي الناس على دماغها عادي زي كل مره، لكن المره دي ما ظبطتش معاه. فبقت الحاجات اللي تبان كبيره زي تغيير حكومي بقت ملهاش قيمه جنب الدم اللي سال. علشان كده قرر الناس الاستمرار في التظاهر حتى اسقاط النظام، او بمعنى ادق حتى رحيل مبارك. وفي حوالي الساعه 6 مساء يبدو ان الامور كانت خرجت عن السيطره، او هكذا اريد لها، علشان يخرج المتحدث باسم وزاره الدفاع ويدعو المصريين للتقيد بحظر التجوال للقضاء على اعمال النهب. وزي ما قلنا ان القصه كلها تقريبا كانت في كام محافظه، وباقي المحافظات ما فيهاش اي حاجه بشكل كبير. يعني كانت تقدر قوات الجيش انها توفر قوات اكبر للمحافظات اللي فيها مشاكل، لكن لحد يوم 29 ما كانش ده حصل. وفي المنيا وحوالي الساعه 7 مساء يتحرق مقر الحزب الوطني في مدينه منفلوط، ويتعرض قصر تابع لاحد اقارب سوزان مبارك للسرقه. اما في القاهره فكان التركيز الاكبر على التحرير، كانت اعداد المتظاهرين فيه بتزيد، واللي كانوا بيوصلوا من القاهره والجيزه ومن مختلف المحافظات. بقى الميدان هو بوصله الثوره، والاسكندريه منارتها بتظاهرات واعداد المشاركين فيها، والسويس شراره الثوره وشعلتها. بقى حال كتير من الناس من الثوار انه بيشارك في المظاهرات الصبح وسهران في اللجان الشعبيه طول الليل. اما خارجيا نشرت بعض الوكالات الدوليه اخبار وتقارير بتكذب روايه وزاره الصحه عن حصيله ضحايا جمعه الغضب. فعلى سبيل المثال اعلنت وكاله
رواية فرانس بريس استنادا لمصادر طبية ان يوم 28 يناير شهد مقتل 73 شخص واصيب نحو 2000 على الاقل. على جانب تاني هنلاقي ان في مئات المواطنين والاشخاص بيتظاهروا قصاد السفارة المصرية في باريس للمطالبة برحيل حسني مبارك. فرنسا اللي كان موقفها مش واضح، يعني تصريح رئيس الحكومة يومها كان كالتالي، قال ان الشعب المصري هو الذي يقرر ما يريد. اما المملكة العربية السعودية فاعلنت تضامنها الكامل مع مبارك، ووصفت اللي بيحصل بانه عبث بامن واستقرار القاهرة في الوقت اللي دعا فيه الاتحاد الاوروبي لوقف العنف واراقة الدماء. وبدأت عدد من العواصم الأوروبية تندد بالعنف تجاه المحتجين وتدعو لإصلاحات فورية. وعلى عكس تصريح رئيس حكومة فرنسا، هددت ألمانيا بقطع علاقتها الاقتصادية مع مصر، وخرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون ومعهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان مشترك طلبوا فيه مبارك بإجراء تغيير حقيقي من خلال حكومة واسعة التمثيل وانتخابات حرة ونزيهة، علشان بعدها يتصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالرئيس حسني مبارك في اتصال استغرق أكثر من نص ساعة ودعا للقيام بإصلاحات سياسية واجتماعية وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين. وبالعودة لمصر مرة تانية، وزي ما أشرنا لبعض الهدوء اللي كان في غالبية الشوارع والمدن، خلونا نحاول نتكلم شوية عن اللي حصل من انتشار الفوضى في السجون، واللي وفق بعض شهادات من ضباط داخلية كانت الفوضى دي بأوامر مباشرة من وزير الداخلية اللواء حبيب العدلي ومساعديه في الوزارة، خاصة في سجون ليمان ترى وأبو زعبل. وقيل إن بعض المساجين بدأوا في تنفيذ محاولات الهروب، لكن تم التعامل معهم من قبل القوات المكلفة بتأمين السجون واللي تطلق عليهم النار، ويسقط على الأقل 8 قتلى من نزلاء سجن أبو زعبل. في حين بتقول روايات تانية إنه بالفعل نجح عدد كبير من المحبوسين في بعض السجون وأقسام الشرطة من الهرب بعد اقتحامها وفتح أبوابها. وفي فيديوهات على يوتيوب مصورها ضباط من الجيش تمكنوا من القبض على عدد كبير من المساجين اللي هربوا، بيعترف فيها المساجين إن اللي فتح لهم الباب هم ضباط الشرطة وإدارة السجن بنفسهم، وأجبروهم على الهروب وقالوا لهم اللي مش هيهرب هيتضرب بالنار. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الشرطه كلها اللي هي المخبرين والشرطه اللي ماسكه السجن نفسها لبست ملكي والله العظيم، وجابوا السلاح وحياة كتاب الله وهدوا باب الوضر من بره وهدوا لنا السجن وهم اللي طلعوه. انتوا تبع السجن ايه كلكم؟ 440 انا 430 حضرتك. وادي النطرون. ده غير فيديوهات تانية بالصوت والصورة لقوات تأمين السجن من الشرطة وهي واقفة بكامل تسليحها وسابين المساجين يخرجوا من البوابات قصادهم. وزي ما قلنا ان في ضباط شهدوا ان جات لهم تعليمات مباشرة بانهم يفتحوا السجون وهم رفضوا، وشهادتهم موجودة على يوتيوب برضه. ويمكن ابرز حادثة في الموضوع ده اللي حصلت فجر 29 يناير 2011 لما اتقتل اللواء محمد البطران رئيس مباحث قطاع السجون خلال محاولته التصدي لاخراج المحبوسين من سجن الفيوم، او بمعنى ادق حسب احد الروايات محاولات بعض القيادات الداخلية لتهريب المساجين لاستكمال مسلسل ايقاع مصر في الفوضى. مع شروق شمس يوم 30 يناير 2011 كانت مصر غير مصر، والناس غير الناس، والنظام غير النظام اللي كابس على نفس البلد بقاله 30 سنة هو اللي وشه الحيط المرة دي مش الناس. دخلت البلد يوم 30 يناير والاجواء معظمها ما اتغير، والقرار اللي البعض كان متوقع تنفيذه من سنين بتعيين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان في منصب نائب رئيس جمهورية مصر العربية اصبح واقع، وبدأ سليمان في تنفيذ مهام وظيفته. اما وزارة الداخلية، الشرطة، قوات الامن، امن النظام ودرع مبارك اللي حاميه اتبخروا، اختفوا من اغلب المحافظات. عناصر الشرطة شالوا الكبات ونزعوا النجوم من على كتافهم وقلعوا الميري ولبسوا زيهم زي الناس علشان يتداروا وسط الشعب. والاول مرة من سنين طويلة شالوا النسر من على ارقام عربياتهم او ركنوها خالص وغطوها، وامتنع منهم البعض عن العمل في كتير من المحافظات. وطبعا في محافظات الشرطة فضلت موجودة فيها عادي. ويبدو ان اختفاء الشرطة كان قرار مشترك، يعني نقدر نقول عليه كده، يعني ان الداخلية انسحبت من وظائفها وشغلها بقرار من حبيب العدلي ومساعديه. بس برضه في نفس الوقت كتير من الشعب ما كانش طايق الممارسات القمعية اللي اتمارست ضدهم على مدار سنين. والتعميم هنا مش ضد اشخاص بعينها، عشان اكيد في كل مكان في كويس زي ما في الوحش، بس في العموم مش هنجمل اللي حصل. كتير من الناس كانت مش عايزه الشرطه بسبب قمعها وظلمها للناس. يعني من المشاهد ان شاب وقف قصاد اسم شرطه فاضي بعد ما الضباط والامناء هربوا، وقف بيعيط ويصرخ ويقول انا اتعلقت واتعذبت واتهنت جوه الاسم ده من غير ما اعمل اي حاجه. جابوني من الشارع وانا ماشي، علقوني ملط ودلقوا عليا ميه ساقعه وضربوا فيا، غير الشتيمه والاهانه لامي وابويا واهلي. وبعدها بكام يوم خرجوني ليه معرفش، كده بمزاجهم. كانوا بيتسلوا عليا في النبطشيه، كانوا بيدوسوا علينا بالجزم ومحدش بينطق. ودلوقتي لما الناس وقفت مع بعض بس جريوا وسابوا الاسم والبدله الميري اللي كانوا بيتحاموا فيها، هربت الشرطه. وبدانا نسمع كل شويه يقول لك بلطجيه جايين من هنا، محل بيتسرق هناك، طلعوا على واحده في شقتها. وكان كتير من دي شائعات ضمن شغل النظام لتطبيق مخطط انا او الفوضى. وفي صباح يوم 30 يناير كانت خدمات الاتصالات والانترنت رجعت في مصر كلها تقريبا، بعد ما كانت شغاله بشكل جزئي في بعض الاماكن يوم 29.
22. وكمان كانت هوجة اقتحام وحرايق اقسام الشرطه والسجون وموضوع هروب المساجين خلاص خلصت بشكل كبير. ولكن في احدى التغطيات الصباحيه لقناه الجزيره للاحداث في مصر يحصل الاتصال الشهير من عضو مكتب الارشاد لجماعه الاخوان الدكتور محمد مرسي للجزيره، واللي ذكر فيه بعض احداث وتفاصيل خروجهم من سجن وادي النطرون، وان الحراسات انسحبت وابواب السجن اتكسرت عليهم، وقال ان اللي فتح لهم العنابر مساجين بزي السجن ومعاهم افراد تانيين لابسين مدني. وفضلت محاولات تكسير الاقفال وفتح ابواب العنابر من 4 ل5 ساعات تقريبا، ان هم كمعتقلين سياسيين اجبروا على الخروج من الزنازين للشوارع زيهم زي كتير من المسجونين الجنائيين، وان هو ومعاه حوالي 33 معتقل سياسي موجودين مع بعض وانهم ما هربوش ومستعدين للتواصل مع اي مسؤول في مصر. وقتها كان اكبر مسؤول في مصر الرئيس مبارك يحاول انه يظهر مسيطر باعتباره ماسك زمام الامور يعني، وراح مع نائبه الجديد اللي هو سليمان لزياره مقر العمليات الرئيسيه للقوات المسلحه، وتصور في تلت ساعه كده كانه بيشوف الوضع وبيتابع. وبيتقال ان السبب في الزياره دي هو رفض المشير طنطاوي تولي منصب نائب الرئيس بعد اللقاء اللي جمعه مع مبارك يوم 29 يناير. وكان رفض طنطاوي مفاجئ لمبارك نفسه، وانتهى اللقاء ما بينهم بشكل غير اللي ابتدى بيه. وبعدها قرر طنطاوي ما يروحش اي حته غير مركز عمليات القوات المسلحه، وانه يجمع كل المجلس وكل قياداته ورجالته حواليه. فخد مبارك نفسه وراح زاره في المقر بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحه، لكن يبدو ان المحصله صفر، وان اللي حصل حصل، وبشكل او باخر خلاص اتوترت العلاقه بين مبارك وطنطاوي. وبالعوده للشارع كانت المظاهره الرئيسيه يوم 30 موجوده في التحرير اللي اتحول لاعتصام رسمي خلاص، واستمرت المظاهرات في كتير من المدن على الرغم من اعلان حظر التجوال، وكان المطلب الاساسي هو رحيل مبارك. وبدات تظهر دعوات من المعارضه لعمل اضراب عام يوم الاثنين 31 يناير، ده غير الدعوه لاول مليونيه يوم الثلاث 1 فبراير، والدعوتين كان ليهم صدى كبير وسط الناس. ورغم نزول الجيش كان يبدو ان البلد غير مستقره امنيا، ولسه في وسائل اعلام بتحاول تبث الخوف في نفوس الناس من التغيير. يوم الاثنين 31 يناير في الميدان استعمل الجيش المراقبه الجويه، وظهر في الجو طيارات حربيه ومروحيات بتحلق فوق ميدان التحرير، وبدا سقف المطالب في الميدان يرتفع. وفي يوم 1 فبراير 2011 ينجح الثوار في تحدي تنفيذ اول مليونيه، وبالفعل شارك عدد ضخم من المتظاهرين مشاركه بصوره غير مسبوقه قبل كده في القاهره والجيزه والسويس والاسكندريه، في الاسماعيليه والشرقيه وغيرهم. ملى المتظاهرين ميدان التحرير والشوارع المؤديه ليه، ورفضوا الاستجابه لطلبات الحكومه بترك الميدان. وقتها خرج مدير اداره الشؤون المعنويه اللواء اسماعيل عثمان وقال ان القوات المسلحه مش هتستخدم القوه ضد المحتجين، وده علشان حريه التعبير عن الراي مكفوله لكل المواطنين اللي بيمارسوا الحق ده باستخدام الوسائل السلميه. وسريعا الحكومه الجديده برئاسه الفريق احمد شفيق ادت اليمين الدستوري، كلف الرئيس مبارك نائبه عمر سليمان باجراء اتصالات فورا مع مختلف القوى السياسيه لاطلاق حوار وطني حول الموضوعات والقضايا المتعلقه بالاصلاح الدستوري والتشريعي. وان ده ما كانش ده ظاهر قوي ساعتها او ما كانش ظاهر خالص، لكن المشهد كان يبدو انه في حاله سباق بين مبارك وعمر سليمان من جهه، وبين طنطاوي والمجلس العسكري من جهه تانية. طنطاوي بيقول انا بحمي البلد والمتظاهرين، سليمان بيقول انا جاي اتحاور واقعد مع الناس اللي مبارك ما قعدش معاهم طول 30 سنه. ويظهر مبارك في عز المليونيه بخطابه الثاني للشعب علشان يرفض الاستجابه لمطالب الناس، او بالادق المطلب الرئيسي الرحيل الفوري عن الحكم. مبارك خير الشعب او هدده، اما امشي فالفوضى واما استمر فالاستقرار. وقال برضه انه خلال ما تبقى من اشهر ولايته هيبدا تامين الانتقال السلمي والسلس للسلطه، واعلن انه لم يكن ينتوي الترشح لولايه رئاسيه جديده. وجنب الوعود دي طعم مبارك خطابه بجمل عاطفيه ولعب على مشاعر الناس لما قال انه بيعتز بالفتره اللي قضاها في خدمه مصر وشعبها سواء في الجيش او الرئاسه، وان مصر دي بلده ووطنه زي ما هي وطن اي مصري، وانه هيعيش ويموت في البلد دي، وان التاريخ هو اللي هيحكم بما له او عليه، عشان هو كمبارك يعني فما ينفعش حد اقل من التاريخ هو اللي يحكم عليه. ومع نهايه المليونيه ظهرت موجه من التعاطف مع مبارك، موجه كان واضح انها مجهزه ومعده مسبقا، بدليل ان عدد من المذيعين طلعوا فورا بعد الخطاب وركزوا كل كلامهم تقريبا حوالين الكام جمله العاطفيه دول، ومنهم اللي عيط وقعد يدبدب بايده ورجله كمان. اما في الميدان بدات نقاشات تظهر بين الناس، حرام يا جماعه الراجل برضه كبير في السن، ما خلاص بقى يا شباب، الراجل قال مش هيترشح تاني، مش ده اللي انتوا عايزينه، حرام عليكم بجد. ويترد عليهم في المقابل حرام علينا احنا، سيبوكم من 30 سنه حكم، الراجل في اخر 10 سنين بس سحلنا ومرضنا وسرقنا، فساد ومحسوبيه وخراب
مفيش انجاز واحد، مفيش خدمه عدله، لا مستشفى ولا مدرسه ولا مواصلات. ويترد عليهم ماشي تمام كلامكم صح، بس هو قال انه هيمشي، عايزين ايه تاني؟ ساعتها طبعا كانت ظاهره انها نقاشات عفويه بين مواطنين مصريين محتجين على الاوضاع، بس برضه هي ما كانتش كده قوي، مش هنقول كلها، بس كتير منها كان مدفوع ومترتب. وما كانش ده ظهر بشكل كبير في التحرير، لكن في المحافظات قدر المتظاهرين يلاحظوه اكتر، خاصه ان بعض اللي اتكلموا بنفس الجمل دي كان معروف انتمائهم للحزب الوطني، او منهم اللي شغالين مخبرين او متعاونين مع الداخليه او غيرهم. وللاسف اللعب على وتر العاطفه ده نجح في التاثير على كتير من الناس. الشعوب عاطفيه بطبعها، والانظمه حقيقه وان كانوا فاسدين وفشله لكنهم خابزيننا وعجننا كويس. بعدها ركيزه الثوره الرئيسيه ميدان التحرير ظهر، وكأن الناس بتسيبه وتمشي تعاطفا مع راجل كبير اللي عايز يدفن في البلد، اللي هو يعني ترضى حد يعمل كده في ابوك؟ والجمله دي اللي كانت مشهوره وقتها. وفعلا الميدان بات الليله دي وهو في اقل عدد حضور من المتظاهرين خلال الايام اللي فاتت. وبعد كلمه مبارك اصدر فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قرارين بتاجيل جلسات المجلسين لحين الانتهاء من الفصل في الطعون على صحه العضويه، اللي هو حركه يعني اننا بنحترم الدستور والقانون والقضاء ومقدرين مطالب الناس. كانوا فاكرين ان اللي اتدغدغ مش هيتكسر، ممكن يتصلح، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. وفي صباح يوم 2 فبراير يستمر من تاني تجمع الحشود في ميدان التحرير لليوم التاسع على التوالي من الاحتجاجات، استجابه لدعوات اطلاق المسيره المليونيه، وفوقها رفضا لخطاب مبارك اللي رفض التنحي. وفي المقابل واستكمالا للمشهد اللي بيترسم، خرجت مجموعات مؤيده لمبارك في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين لاول مره، طلبوا فيها بالاستقرار واعلنوا دعم مبارك والتعاطف مع خطابه الاخير. وقاد الوقفه دي عدد من الفنانين والاعلاميين ولاعبي كره القدم وغيرهم. والظاهر كده ان الدايره المحيطه بمبارك قرروا يخلصوا الليله كلها، ويبعتوا مجموعه من البلطجيه واصحاب السوابق الجنائيين وغيرهم اللي طلعوا مقابل فلوس، قرروا يبعتوهم لميدان التحرير عشان يعتدوا على الثوار وتحصل اشتباكات ويفضوا الميدان. وفعلا وصل الميدان في حمايه وتجاهل من قوات الجيش مواكب من الخيول والجمال لميدان التحرير، الميدان اللي متحاصر بالدبابات والمدرعات من اول لحظه اتفتح للبلطجيه واقتحموا ميدان التحرير في محاوله لاخراج المحتجين منه تحت عين الجيش، اللي ما اكتفاش بالوقوف بالحياد، بالعكس ده طلب من المتظاهرين ان هم يسيبوا الميدان ويروحوا. بدات الاعتداءات بعنف على المتظاهرين هنا، وحصل تراشق بالحجاره في معارك كر وفر استمرت لساعات، حاول فيها المتظاهرين حمايه نفسهم. وتحول قلب ميدان التحرير لمستشفى ميداني بيستقبل كل شويه مصاب باصابات مختلفه، سواء من الحجاره او الشيوم والعصيان او الخرطوش وبرضه من الرصاص الحي. وكان الاعتداء ده سبب رئيسي في عوده المتظاهرين بكثافه لميدان التحرير للمشاركه في معركه طويله، معركه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وطلع مؤيدي مبارك فوق اسطح البيوت المطله على الميدان ورموا قنابل مولوتوف على المعتصمين، واللي مش حريص على حياه الناس مش هيكون حريص على تاريخهم واثرهم، علشان توصل بعض النيران لمبنى المتحف المصري اللي من بدايه المظاهرات ومن بعده والاعتصام محدش من المتظاهرين هوب ناحيته حتى الا علشان يحموه. طبعا اليوم ده شهد مواقف بطوليه من المتظاهرين، وبرضه مشاركات فعاله من الكيانات الاكثر تنظيما زي جماعه الاخوان اللي قدرت تحشد اعضائها للميدان للدفاع عنه، وخاصه الموجودين في القاهره والمحافظات القريبه زي الشرقيه والقليوبيه والجيزه والفيوم. وطبعا حركات الالتراس الجزء الرئيسي في الدفاع عن الميدان في اليوم ده، زي ما كانوا جزء رئيسي من حيويه الثوره بهتافاتهم واغانيهم وحماسهم وتنظيمهم. مواقف بطوليه بجد من المصريين يومها، يوم موقعه الجمل، شاف فيها البعض مصر قويه وشابه في مواجهه نظام عجوز كئيب دموي وفاسد بقاله عشرات السنين. استمر الهجوم على المحتجين السلميين في التحرير طول اليوم، هجوم كان بيتذاع اجزاء كتير منه على الهواء مباشره، طبعا مش على التلفزيون المصري اللي كان وقتها يا اما مشغل اغاني وطنيه او جايب صوره كورنيش النيل وهو فاضي ورايق، او عمال يرمي الاتهامات على المتظاهرين ويقول ان في عناصر اثاريه في الميدان ونطلب من المواطنين ان هم يروحوا. ومع فشل خططهم باخلاء الميدان بل على العكس اللي حصل، زادت الاعداد في الميدان واتحطت متاريس لقفل المداخل واتعملت عليها لجان تفتيش. اما في المحافظات نزل المتظاهرين يعبروا عن غضبهم وتضامنهم مع التحرير، وده شكل ضغط اضافي على نظام مبارك، انه بدل ما كان مطلوب منهم بس يتابعوا معركه التحرير لقوا المتظاهرين في كل حته في مصر. بعدها بدات تصريحات عمر سليمان نائب رئيس الجمهوريه في محاوله استدراك اللي حصل، وقال ان حركه 25 يناير مطالبها مشروعه ومقبوله وانها مش حركه تخريبيه، ولكن اندست بينها عناصر لهم اجندات خاصه. طبعا كلمه اجندات خاصه دي كانت اتهام فظيع مرعب في 2011. يعني ممكن واحد يقول لك انت بتتاجر في الممنوعات، ارحم ما يقول لك انت عندك اجنده خاصه. وفوق البيعه بيعت كلام عمر سليمان ومن قبله مبارك بانه لم يكن ينتوي. اعلن جمال مبارك امين لجنه السياسات بالحزب الوطني، اعلن انه مش هيرشح نفسه للانتخابات الرئاسيه المقبله، بحكم يعني ان كل الكلام حوالين التوريث بيدور حواليه، وان لما ابوه قال مش هيترشح
يبقى اكيد هو اللي نازل، فطلع وقال ولا انا كمان هترشح. وفي يوم 3 فبراير 2011 بدات بعض الشخصيات العامه في حسم مواقفها من الثوره، زي مثلا موقف السفير رفاعة الطهطاوي اللي كان ساعتها المتحدث الرسمي باسم مشيخه الازهر، واللي استقال من منصبه وانضم للمتظاهرين في ميدان التحرير علشان يساندهم، وطلع قال كده على الهواء واكد انه مش هيسيب الميدان الا برحيل الرئيس مبارك عن الحكم. وبخصوص الحوار مع النظام، ففي احزاب وحركات اعلنت رفضها تلبيه دعوه عمر سليمان للحوار، في حين شاركت احزاب وشخصيات تانية. وفي يوم 4 فبراير يزحف مئات الالاف من المصريين ويحتشدوا في ميدان التحرير والميادين الرئيسيه في اغلب محافظات مصر للمطالبه باسقاط النظام في المليونيه اللي اتسمت جمعه الرحيل. وكانت المليونيه بمثابه اعلان ان تاثير الخطاب العاطفي لمبارك انتهى بمشاهد الغدر والقتل اللي حصلت يوم موقعة الجمل. وفي يوم 5 فبراير نقدر نقول ان النظام رمى اخر كروته، خاصه مع استمرار المظاهرات في ميدان التحرير وباقي المحافظات علشان يعلنوا عن استقالة جمال مبارك وصفوة الشريف من هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم، وتعيين الدكتور حسام بدراوي امين عام للحزب، ده غير وضع وزير الداخليه السابق اللواء حبيب العدلي تحت الاقامه الجبريه ومعاه 3 من ابرز قيادات الوزاره. وفي يوم 6 فبراير يشارك عدد من احزاب وقوى المعارضه الرئيسيه ومن بينها جماعه الاخوان وعدد من الشخصيات السياسيه والشباب في حوار مع عمر سليمان نائب الرئيس، تم فيه الاتفاق على تشكيل لجنه لاعداد تعديلات دستوريه. في المقابل يعلن عمر سليمان رفض مطلب شباب الثوره بان يعلن الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه. وفي اليوم ده يفرج النظام عن وائل غنيم المدير التسويقي لشركه جوجل في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحد ابرز اللي دعوا لمظاهرات يناير. يوم 7 فبراير يبدا صبر الثوار يخلص، ومع استمرار المظاهرات الحاشده في ميدان التحرير والمدن المصريه يقرر المتظاهرين ان هم يمنعوا قوات الجيش من فتح مجمع التحرير، وده لاستمرار الضغط على نظام مبارك. طبعا النظام بدأ يصاب بحالة شلل بسبب الحالة الاقتصادية ومؤشر البورصة اللي بينهار وحركة السياحة اللي قلت جدا. وهنا تبدأ النيابة بالتحقيق في مسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين اللي اتكلمنا عنها في حلقة سيد بلال، مهمة جدا تروحوا تشوفوها. هنسيب لكم الرابط مع بقية حلقات السلسلة دي في وصف الفيديو والتعليقات. النيابة العامة بتحقق مع قيادات الداخلية، والعدلي بيتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة، وكمان يصدر مبارك قرار بتشكيل لجنة تدرس المقترحات الخاصة بإجراء تعديلات على بعض الأحكام الدستورية والتشريعية. وفي نفس الوقت يعلن المتظاهرين عن تشكيل ائتلاف يمثل شباب ثورة 25 يناير. وفي يوم الثلاث 8 فبراير يزدحم ميدان التحرير بالمليونية الثالثة فيما عرف بأسبوع الصمود. ولكن الأشد على النظام واللي غالبا ما كانش عامل حسابه هو ظهور بعض الإضرابات والاعتصامات الفئوية في عدد من المؤسسات الحكومية زي روز اليوسف والعاملين بالتلفزيون المصري، والإظهار ما يبدو إنه جدية لإجراء تغيير حقيقي. يعلن مبارك عن تشكيل لجنة مهمتها متابعة وتنفيذ ما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطني، وكمان لجنة ثالثة لتقصي الحقائق، لجنة وصفت إنها مستقلة ومحايدة هتتشكل من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والمصداقية لتولي التحقيق في أحداث 2 فبراير 2011 موقعة الجمل. أما في الميدان بيوسع المحتجين حجم اعتصامهم اللي بيوصل لشارع مجلس الشعب ومجلس الوزراء القريب من ميدان التحرير، وده مثل ضغط إضافي على النظام. وفي يوم 9 فبراير يدخل عدد المظاهرات الفئوية مرحلة الذروة بعد ما حاصر الآلاف مقر محافظة كفر الشيخ واندلعت اشتباكات اتطورت لحرق مقر القوى العاملة، ده غير عمال المصانع البترولية زي التعاون وأنابيب البترول اللي دخلوا في إضراب عن العمل مطالبين ببعض التحسينات، وبرضه لإعلان رفضهم استمرار سامح فهمي في منصب وزير البترول. وفرانسيس قطع موظفي هيئة الهلال الأحمر الشارع محتجين على عدم تعيينهم على الرغم ان بعضهم شغال فيها لمدة جاوزة 20 سنة. وشارك كمان في الإضرابات دي عمال ورش بولاق، ورش كوما برادي، وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة سواء في القاهرة أو بعض المحافظات زي مدن القناة. وحصلت كمان إضرابات في نقابة الصحفيين لسحب الثقة من الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وقتها، وده بسبب تأييده لمبارك ونظامه وهجومه على ثورة 25 يناير. وفي اليوم ده 9 فبراير اتحسم الأمر تقريبا لما عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماع برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، اجتماع تحت عنوان بحث الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم. والتكيل على العظيم دي علشان بحبها قوي. أصدر المجلس البيان رقم 1 اللي هو ملخصه ان خلاص انت مبارك استنفدت كل الفرص، والناس قالت كلمتها، الفرص اللي من ضمنها سماح المجلس العسكري بحدوث مجزرة في الميدان يوم 2 فبراير. بعدها يدخل المحتجين في اعتصام قدام مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب والشورى. وفي يوم الخميس 10 فبراير 2011 ظهرت بوادر او علامات الرحيل مع اعلان مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية ليون بانيتا عن تقارير باحتمال تنحي مبارك خلال ساعات
ساعات، يعني يوم الخميس بالليل. ده غير تصريح الدكتور حسام بدراوي الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي بانه بيتوقع ان الرئيس مبارك هيستجيب لمطالب المتظاهرين قبل يوم الجمعه. اما شبكه BBC فنقلت عن رئيس الوزراء الفريق احمد شفيق تصريحه بان الرئيس مبارك قد يتنحى. خلاص بقى وصلنا لحاره سد بالضغط الشعبي الكبير في الشوارع والميادين وقدام اصرار الناس على مطالبهم، المطالب اللي كان ممكن الناس ترقص لها في الشوارع لو ما حصلش اعتداء بالرصاص وشهداء يوم 25 يناير. ومبارك مثلا يخرج يوم 26 يناير ويعلن تشكيل حكومي جديد يشيل رئيس الوزراء، وزير الداخليه، وزير الاعلام، وكان يجيب كام وجه جديد وخلاص. لكن دم الناس في الشوارع والعناد والتكبر على الناس هو اللي وصل الموضوع ان الحل الوحيد ان مبارك يمشي. وفوق ده الجيش مهد للناس، مهد لهم انه منحاز ليهم وان هو حامي الثوره، وكان شعار ايد واحده احسن دليل على ده. في المقابل بيطلع مبارك ويعاند اكتر ويوجه خطابه الثالث للشعب المصري ويفاجئ الجميع انه رفض التنحي وانه متمسك بالاستمرار في منصبه لحد نقل السلطه لمن يختار الناخبين في الانتخابات الجايه. وبضيق وسخط كبير يرفض المتظاهرين في ميدان التحرير وكل مصر يرفضوا خطاب مبارك اللي خيب املهم ورفض فيه التنحي. وكان من رد المتظاهرين على مبارك ان هم رفعوا احذيتهم قصاد الشاشه الرئيسيه اللي كانت بتبث الخطاب وسط الميدان تعبيرا عن غضبهم الشديد. ده غير السخريه من رثاء مبارك لنفسه. بعد انتهاء الخطاب اشتعل الميدان بالهتافات: يسقط يسقط حسني مبارك، ارحل يعني يمشي يلي ما بتفهمش. وتم الاعلان عن مليونيه التحدي او جمعه التحدي اللي هزحف فيها المتظاهرين ويحاصروا قصر القبه الجمهوري. وظهرت مطالبات بتدخل الجيش ضد مبارك، وخرج الدكتور محمد البرادعي وحذر من ان البلاد على وشك الانفجار وان على الجيش التدخل بعد رفض مبارك ترك منصبه. ومع شروق شمس يوم الجمعه 11 فبراير بدات اعداد كبيره من المتظاهرين توصل ميدان التحرير. وقبل صلاه الجمعه كان ميدان التحرير مليان على اخره، والميادين الرئيسيه في الاسكندريه والسويس وغيرها من المحافظات كانت على اخرها بالمتظاهرين. وبعد صلاه الجمعه بدات مسيرات تخرج من ميدان التحرير وغيره من المساجد والميادين راحوا تجاه قصر القبه الرئاسي وسط هتاف انزل يا مصري. ده غير متظاهرين كتير راحوا اتجاه مسبيرو. كانت طيارات الهليكوبتر بترصد اعداد وتحركات المتظاهرين في جمعه الزحف. حشود ضخمة جدا مصر ما شافتش زيها قبل كده في الشوارع. بعض التقديرات قالت ان في 10 مليون متظاهر في مختلف انحاء الجمهورية. ومع الزحف على قصور الرئاسة وخاصة قصر القبة الرئاسي بالقاهرة والقصر الرئاسي براس التين بالاسكندرية بدأت الامور تضيق اكتر على نظام مبارك. ومع غروب شمس يوم 11 فبراير 2011 تغرب شمس محمد حسني السيد مبارك نائب الرئيس الجديد والوحيد. اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة يعلن في خطاب مسجل على التلفزيون المصري تخلي مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. فكان يا مكان. استنونا وبقية الحكاية، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، واشترك في قناتي بكر المصري وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان.